تحذير: ما ستشاهده الآن عمل خيالي بالكامل. هذا المحتوى لا يمت للواقع بصلة. يتضمن الفيديو مشاهد عنف وأحداثا خيالية. جميع الشخصيات وكل الوقائع المذكورة من وحي الخيال، ويقدم هذا المحتوى لأغراض الترفيه والمراجعة والتحليل فقط. المشاهدة مخصصة لمن هم فوق 18 عاما. أهلا بكم في تجميع جديدة من ملخصنا. لو فاتك أي جزء، الفيديو ده هيجمع لك كل الأحداث من البداية، ولو أنت متابع معنا بالفعل وعاوز تدخل على الجزء الجديد مباشرة، فالجزء الجديد بيبدأ من الدقيقة دي. يلا مستني جهز كوباية الشاي ويلا بينا نكمل قصتنا. قصتنا بتبدأ مع واحد بيكون لسه صاحي من النوم وبيكون لسه قايم من على السرير بتاعه، وطبعا زي اي اوتاكو بيقرر يروح يقعد على الكمبيوتر بتاعه، وبيقول الوضع ده ابتدى يبقى ممل وان الايام كلها شبه بعض، وبيكون قاعد عمال بياكل شيبسي قدام قناته المفضلة من هوا تيل. بس بتحصل حاجة غريبة خالص، بتطلع هالة غريبة من الكمبيوتر وبتحوط الولد ده، والهالة دي بتقوم سحباه جوه الكمبيوتر وبيفضل يصوت ومحدش بيسمعه، وبيختفي خالص من الأوضة بتاعته. وفجأة بيبتدي يفوق كده، بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا وفي حواليه أشخاص هو مش عارفهم، وبيبقى مستغرب شوية ومش عارف ايه اللي حصل، وبيسأل نفسه هو فين ومين الناس دي كلها، وبيتسأل هو بيعمل ايه هنا، ما بيكونش فاهم أي حاجة. بس فجأة وهو غرقان بالتفكير بتاعه بيلاقي كلب عضه من دراعه بسرعة وانقض عليه، بس بردة فعل سريعة صاحبنا مسك صخرة جنبه وضرب بيها الكلب. صاحبنا بيكون مستغرب جدا، ما بيكونش فاهم أي حاجة من اللي بيحصل دلوقتي. بيسأل نفسه ايه كل ده فجأة، أنا ما عملتش حاجة تستحق كل ده حتى الشيبس اللي أنا كنت باكله ملحقتش اتهنى بيه. بس الكلب بيهجم عليه تاني، بس صاحبنا بيديله ضربة تانية سريعة، ومن قوة الضربة دي الكلب بيترمي بعيد، فبيقرب من الكلب شوية عشان يشوف الكلب ده مات ولا لا، فبيلاقيه كسر الفك بتاعه من قوة آخر ضربة. بس الكلب بيقرب منه، بس فجأة بتظهر قدامه صفحة إرشاد، وصفحة الإرشاد دي بتشرح عن صفات الكلب اللي قدامه، وبنكتشف إنه كلب شيطاني من المستوى الأول، وإن الكلب ده من أدنى الوحوش في سيلاريتنا، وقوة الكلب القتالية دي بتتساوي مع قوة راجل بالغ بدون سلاح. وصفحة الإرشاد بتقول له إن اللاعب يقدر يكتسب الخبرة ويرفع مستواه من خلال إنه يقتل العديد من الوحوش في أي معركة من المعارك بتاعته. بس فجأة وهو غارق في أفكاره يلاقي الكلب هجم عليه تاني، وبيكون خلاص هيقطم رقبته، بس قدر يمسك صخرة كبيرة بسرعة ويهشم دماغ الكلب. فضل يهشم في دماغ الكلب بالصخرة، فضل يديله ضربات متتالية بالصخرة، ضربات متتالية تاني. ما بيزهقش ولا إيه الواد ده؟ خلاص الكلب مات. ضربات متتالية تاني. الظاهر كده إن صاحبنا زعلان جدا على كيس الشيبسي بتاعه، بس طلع إنه كان بيضرب فيه بطريقة هستيرية كده عشان حياته القديمة اتدمرت. كان بيتسائل إيه اللي هيحصل له في العالم ده، قام رامي الطوبة اللي في إيده بعيد وفضل يزعق وهو زعلان، وبيقول إنه حياته ما كانتش أحسن حاجة، وبيفتكر كل الحاجات الوحشة اللي حصلت له، زي إنه اترفض من الخدمة العسكرية وإنه ما قدرش يوعد أي بنت حتى لدلوقتي. بعدين صفحة النظام بتظهر له تاني وبتقول له إن نسبة نجاته في العالم ده أقل من 5% بمستواه الحالي، فصاحبنا بيخاف وبيتوتر جدا، فبيحاول يضرب نفس النظام. فصفحة النظام بتظهر له تاني وبتخيره إذا هو عاوز ينهي حياته ولا يكمل في العالم الجديد ده. صاحبنا بيقرب من صفحة النظام وبيحاول يضربها تاني، بيقول إن الكلام ده كلام مضحك جدا، وبيسأل نفسه هل هو لو وافق إنه يموت هنا هيرجع للعالم بتاعه، وبيقول لنفسه يهدى ويفكر كويس وإن الاختيار ده مهم جدا. بس صاحبنا بيفكر إن في ناس خطفوه ورموه في العالم ده، بيقول أكيد الناس اللي خطفوني هنا مش هيرجعوني للعالم بتاعي بسهولة، فقرر إنه هيكمل في العالم ده، وقال إنه لازم يفكر في طريقة يعيش بيها في العالم الجديد ده ويدور على طريقة يخرج بيها بره العالم ده. بعدين صفحة الإرشاد بتظهر له بتقول له إن البطل اكتشف قوة الإرادة وروح القتال، وإن قوته زادت وظهرت قدامه شوية مهارات يختار منها، وبيفضل يتسائل شوية إذا كان عاوزه يختار تصنيف معين، وأول تصنيف هو تصنيف المقاتل. وصفحة الإرشاد بتقول إنه صاحب تصنيف المقاتل يقدر يستخدم الفنون القتالية، فصاحبنا بيقول إن دي حاجة ممتعة في ألعاب الفيديو، بس في الحقيقة الوضع عكس كده تماما. وتاني تصنيف هو الساحر، وده بيستهلك المانا، وتصنيف الساحر بيمكن المستخدم إنه يستخدم 6 خواص سحر، فصاحبنا بيقول مع نفسه القتال من المسافات البعيدة هو الأفضل فيختار سحر، بس نفس الإرشاد بتقول له إنه طلبه اترفض عشان ما عندوش القدرات المطلوبة للتصنيف ده. صاحبنا طلع حتى فاشل في اختيار التصنيف، شاف تصنيف تاني اسمه سياف سحري، ميكس بين فنون السيف والسحر وكده يعني، فصاحبنا حاول يختاره بس للأسف زي ما انتوا عارفين أو متوقعين طلبه اترفض برضه، فجرب يروح يختار معالج فاترفض تاني، فما كانش قدامه خيار غير إنه يختار تصنيف المقاتل، وكان بيقول لنفسه إن ده مش اختيار حتى، أنا ما قدرش أختار أي حاجة تانية. صفحة الإرشاد بتظهر تاني وبتقول له اختار أول سلاح ليك، فبرضه صاحبنا بيحاول يختار سلاح بيجيب من مسافات
مسافات بعيده، بحاول يختار الرمح الطويل، بس بدل ما يطلع له رمح طويل طلع له سيف كبير. صاحبنا اتجنن وفضل يضرب في نفذة النظام ويقول انا ما كنتش عاوز سيف كبير، انا كنت عاوز الرمح بتاعي رمح طويل كده اضرب بيه الناس من بعيد. صاحبنا داخل اللعبه مفكرها هتمشي على مزاجه، بس بيبتدي يفوق كده شويه وبيقول على الاقل السيف ده احسن من الطوبه اللي كنت قاعد عمال بضرب بيها، وبيقول انه خلاص كده مش عاوز يموت تاني. بعدها بيحاول يجرب السيف الجديد بتاعه، بس في كل مره بيحاول يلوح بيها بالسيف بتاعه بيقع مع السيف عشان السيف تقيل عليه. وبعد مرور 7 ايام من ساعه ما جه العالم الجديد ده اللي اسمه سيلاريسنا، خلال ال7 ايام دول صاحبنا كان بيفضل يسال النظام ازاي يرجع للبيت بتاعه، بس النظام ما كانش بيرد عليه، بيقول ده ممكن عشان السيستم بتاعه بايظ. بعدين وحش بيقوم ضربه في ظهره كده وبيقوم الوحش جاري بعدها، فصاحبنا بيفضل يشتم فيه، وصاحبنا بيفضل يقول له الوحوش اللي انا بقاتلها دايما لازم تبقى كلاب، بس بيقول حتى الكلاب دي ليها مستويات وبتقدر تعرف المستويات بتاعتها، وبيكون فصيله الكلب اللي قدامه كلب الجحيم من المستوى التاني. صاحبنا بيقول في كل مره بيلوح بيها بالسيف بتاعه الكلاب بتستغل الفرصه دي وتهجم عليه، لانكم زي ما انتم عارفين كده السيف بتاعه تقيل عليه. مش بلومه بصراحه لانه كان قتل حاجه بيشيلها شنطه المدرسه بتاعته. بعدين صاحبنا بيتهور ويروح للكلب بسرعه عشان يهجم عليه بالسيف الكبير بتاعه، بس حركته كانت بطيئه والكلب بيتفاداها بسهوله. الكلب بيستغرب من ضعفه بيفضل يضحك عليه، فالكلب بينقض عليه تاني، لكن صاحبنا رفع سيفه وقدر يطعن الكلب طعنه مميته. وبعدين صفحه النظام بتطلع له انه قدر يقضي على كلب الجحيم من المستوى التاني واكتسب 22 نقطه خبره، وبكده صاحبنا قدر يوصل للمستوى التاني. تصنيفه سياف والقوه 23 نقطه، الصحه 19 والتعافي 14 والرؤيه 5 والبراعه 7 والسرعه 8، وعنده مهاره واحده اللي هي مهاره الطعن اللي كان تقريبا لسه مستخدمها على الكلب اللي لسه موته. بعدين بتشوف انا عمال بيشوي لحمه الكلب اللي هو كان لسه قتله، فبيسال النظام عن اللحمه دي، فالنظام بيقول له ان اللحمه دي مفيده جدا وتحتوي على دهون واحماض امينيه اساسيه، وان دم كلب الجحيم يحتوي على الرطوبه والكربوهيدرات والمعادن الاساسيه، والنظام بينصحه انه يشرب دم الكلب. وبيقول في نفسه اكيد في سبب من وجوده في المكان ده، وبيقول انه لما كان في المكان الغريب اللي كان فيه انه سمع ان كان فيه 7 بليون مرشح، فبيفضل يسال نفسه المرشحين التانيين دول راحوا فين. بعدين صفحه النظام بتظهر قدامه فجاه وبتقول له انه يقدر يغادر المنطقه الحاليه اللي هي جبال الصخر بمجرد وصوله للمستوى 5، وبعدها يقدر يقابل المختارين التانيين اللي هم الناس اللي كان بيسال عليهم في الاول دول. بعدين صاحبنا بيفضل مستغرب شويه بيقول ايه ده جبال صخر ايه دي انا مش فاهم حاجه، فنفذة النظام بتشرح له عن مكان البدايه ده اكتر، انه اسمه جبال الصخر، وان البدايه دي بتكون مكان امن ومعدل الموت فيها منخفض جدا واكتساب الخبره فعال اكتر، كل اللي هنا وحوش مستوى منخفض، وان ده امن مكان في سيلاريسنا يقدر فيه المختارين يوصلوا للمستوى 5 فيه، وبعد ما يوصل للمستوى 20 هيقدر يسيب سيلاريسنا ويتجول في مدن تانية. وبعدين صاحبنا بيقول استنى ثانيه، يعني المنطقه اللي انا فيها دي هي منطقه للمبتدئين عشان يزيدوا مستواهم للمستوى 5، وبعد ما يوصل مستوايا للمستوى 5 هقدر انتقل للمنطقه التانية اللي فيها لاعبين واقدر انضم ليهم ونعمل فرق واوصل بسهوله للمستوى 20، وبعد ما اوصل للمستوى 20 هقدر اتنقل براحتي في العالم ده، وساعتها هتبدا المعارك الحقيقيه. بعدين بيسال النظام ايه اللي هيعمله في القاره دي كلها بعيدا عن المدينه دي، فالنظام بيعمل جليتشات وبتظهر نفذة خطا، وصاحبنا قال ان عشان كده كل مره الكلاب بتبقى اقوى من الاول، وان دي حقيقه مهمه، بس هل هقدر ارجع للبيت بتاعي؟ ما اقدرش اثق بالنظام ده، لازم انا الاقي مختارين تانيين واعرف معلومات اكتر منهم، لازم اوصل للمستوى 5 وامشي من هنا. بعدها صاحبنا راح يدور على كلاب جحيم اكتر عشان يقتلهم ويجمع نقاط خبره، وبدا يدور عليهم ويصطادهم ويقتلهم ويجمع نقاط خبره، وصاحبنا قدر يرتقي بمستواه، تعلم مهاره اسمها القطع الجانبي، وبنلاقيه بيهجم على كلب جحيم من المستوى الثالث، ودي بتبقى كلاب عندها مهارات محارب مبتدئ، فهو بيهجم على الكلب بيقوم ضربه ورميه بعيد. فصاحبنا كان حياته انه يتصاب ويقتل كلاب وياكل وينام، يقتل كلاب تاني، يتصاب يقتل ياكل ينام، يصحى يقتل يتصاب ياكل ينام، فحياته فضلت كده لحد ما زاد مستويات كتير. وبعدين بتشوف صاحبنا هو بيواجه واحد من الكلاب، فالكلب بيهجم عليه، بس صاحبنا بيمسك شويه تراب وبيرميها في عين الكلب، وبحركه سريعه بيقوم ضربه بالسيف بتاعه، والنظام بيكتب له انه اكتسب 81 نقطه خبره، وانه وصل لعدد نقاط الخبره المطلوب للمستوى 5، وقدر يوصل للمستوى الخامس ده في اليوم ال27 ليه، وان مهاراته بقت الطعن والقطع الجانبي والقطع الراس، واكتسب كمان شويه نقاط من اللياقه البدنيه. بيقولوا ان بقى يحس انه بقى في حاله افضل بكتير، بيقولوا ان حتى السيف الطويل تقيل جدا بتاعه بقى اخف بكتير، بقى يقدر يلوح بيه بسهوله، بس النظام بيظهر فيه نفذة خطأ تاني،
والنظام بيقول ان هو نزل من المستوى الخامس للمستوى الاول تاني. فصاحبنا بقى مصدوم جدا وعاوز يعيط، فبيقول بنفسه اكيد ده مجرد جليتش ولا حاجه، دي مجرد رساله كده وخلاص، اكيد الدليل اتعطل ولا حاجه، اكيد في عطل. فراح يشيك على قائمه الحاله بتاعته، لقى انه في المستوى الاول فعلا، تصنيفه سيء واحصائياته زي ما هي معاه ال3 مهارات بتوعه. فصاحبنا اتصدم صدمه عمره وقعد يصوت شويه، بس لما ركز لقى ان احصائياته موجوده زي ما هي وان مهاراته لسه معاه مع انه لسه في المستوى الاول. وبعدين حاول يتفائل شويه وقال اكيد كلاب برضه هتبقى من المستوى الاول وانه كده يقدر يجمع احصائيات بطريقه اسهل. بيحاول يقنع نفسه ان ده رائع جدا، لكن بعدها بفتره اكتشف انه غلطان، ان كلاب الجحيم ابتدت تزداد قوه بشكل كبير جدا. كان في كل مره بيوصل فيها للمستوى الخامس بيرجع تاني للمستوى الاول، وبتظهر صفحه الخطا ليه تاني، وبيفضل يعيد المحاوله اكتر من مره. كل مره بيفضل يوصل للمستوى الخامس وبيرجع تاني للمستوى الاول مرات كتير جدا، مرات كتير جدا جدا جدا. طبعا في كل مره الكلاب بتزداد قوه اكتر بكتير من المره اللي قبلها. صاحبنا فضل يقتل في الكلاب دي عشان يزداد قوه، وبيقول انه باقي له 77 نقطه خبره بس عشان يقدر يوصل للمستوى الخامس. وبيقول ان الناس بتقول ان المره السابعه جالبه للحظ، فلازم تنجح المره دي. وبنكتشف انه فضل يقتل الكلاب دي لمده 7 سنوات. خلال ال7 سنين دي كان بيوصل للمستوى الاول للمستوى الخامس ويرجع تاني للمستوى الاول، ويفضل يعيد في الكلام ده اكتر من مره. وبيقول ان المختارين مش بيتقدموا في السن، وبسبب قدره التعافي الجروح بتتعافى في كل مره. واللي بيقول ان المهارات اللي معاه هي الطعن والقتل الجانبي والقتل الراسي، اللي هي نفس المهارات اللي كانت في البدايه. ومش كده وبس، الكلاب بقت اكتر قوه بكتير جدا. وبنلاقي كلب على شكل هيكل عظمي كبير خارج من الحفره اللي بيرمي فيها الكلاب دي. وبيقول من الفتره اللي فاتت لدلوقتي الكلاب زادت قوه بشكل كبير جدا. وبيقول ان الوحوش دي موجوده عشان نقتلها، بس ازاي تقتل حاجه هي ميته فعلا. بعدين في مشهد تاني بنلاقي صفحه موجود فيها المختارين كلهم، وان في واحد قاعد قدام الصفحات دي بيتفرج عليها. وبيقولوا ان اتعود على الكلام ده عشان دي المره الخامسه ليه يعمل الكلام ده. وقال ان العالم التاني هياخد اللاعبين سنه كامله عشان يقدر يحقق المهمه دي. وبيقول يتمنى انه يشوف لاعبين مثيرين للاهتمام المره دي. بعدين بيشوف حاجه غريبه قدامه، بيقول ايه العالم ده؟ هل تم استبعاده ولا العالم ده مكسور؟ الموضوع ده شكله غريب جدا. وبعدين بنلاقيه ماسك صوره بطلنا ونكتشف ان اسمه ريو. وفي المشهد ده بنلاقي بطلنا بيفتح عينه بصورة مش واضحة وبيسأل نفسه ويقول هو أنا رجعت؟ الكلام شكله منطقي دلوقتي، أنا كنت بحلم بس أنا هكمل نوم. لكن قبل ما ينام صوت المنبه بتاعه بيرن، بس طلعت نفس النظام بتخيره بين إنه ينهي حياته ولا لأ. بس فجأة بتحصل حاجة غير متوقعة. صاحبنا بيفوق من الحلم بتاعه وبيلاقي نفسه في مكان غريب وبيسأل هو فين، وبنكتشف إنه وقع من فوق المنحدر، وعشان كده كان شايف الهلاوس الغريبة اللي في الأول، زي إنه رجع للبيت بتاعه. وبيقول إنه نجي اليوم تاني وإن الوقوع من على المنحدر ده ما كانش كفاية إنه يقتله. وبنشوف إنه لسه في المستوى واحد، فبيصاب بالإحباط الشديد وبيفضل يشد في شعره. بيقول هي دي اسمها عيشة أساسا؟ أنا مش حاسس إن أنا عايش، ولا لازم بس أمشي مع النظام وأسمع كلامه وأنهي حياتي؟ وبيقول إنه عانى مرات لا تحصى في قتل الوحوش دي، وبيسأل نفسه إذا كان هيرجع للبيت لو وافق النظام وقتل نفسه فعلا. وبيقول أنا كده كده هموت، بس قال إنه مش هيسيب نفسه يموت بالسهولة دي، وقال يلا الموت وحش كمان. بنلاقيه هجم على كلب عملاق وهشم دماغه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف صورة المكان بطلنا، وبيقول انه ممكن يكون مر 5 أو 7 سنين، وبنكتشف انه استسلم في انه يعد الايام. وخلال الفترة دي بيقول انه اكتسب هوايات كتير، وانه كان لازم يلاقي حاجة يعملها يسد وقت الفراغ ده، وعشان البيئة اللي هو عايش فيها مليانة وحوش كانش مسموح بالكسل نهائي. وبيلاقيه في المشهد اللي بعده بجسم مفتول وماسك سيف جديد هو عامله بنفسه. بيقولوا انه بارع في كده فعلا، فبيحط السيف على ظهره وبيقول الكلام اللي لسه قايله ده كلام منطقي. وقال ان لو مفيش سبيل للخروج من هنا هيعمل اللي بيوسعه كل يوم باخلاص. وبيقول اللي قدامي ده جبل صخري بس انا اقدر اغيره عشان يبقى مكان صالح للحياه. عشان كده ابتديت بان ابني بيت لنفسي. بصراحه الايام ابتدت تبقى افضل وافضل، والجو حلو النهارده. هو الجو حلو على طول، بس النهارده الجو رائع فعلا. انا مش هغضب تاني بعد دلوقتي. وللاسف صاحبنا ما بيكملش وبيقاطع كلامه. وحش كبير جدا بيدمر البيت بتاعه. صاحبنا بيقف مصدوم، وانا حاسس ان هو كان هيعيط بصراحه في المشهد ده. الوحش الكبير ده مش دمر بيته بس، لا ده كمان بيهجم عليه. بس في ضربه سريعه حصلت ما بنقدرش نشوفها. وبنلاقي في المشهد اللي بعده صخره عليها شويه دم، والوحش مستغرب. وبنكتشف ان الوحش ايده اتقطعت. حتى الوحش كان مصدوم يا جماعه. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي بطلنا بيقول 3 سنين البيت ده خد مني 3 سنين عشان ابنيه.
وبنلاقيه غاضب جدا، بيقول انت ازاي تجرؤ تحوله لغبار؟ انا عارف ان البيت كان صغير شويه، بس ايه رايك نبني قصر المره دي بعظمك يا كلب؟ الكلب بيخاف وحاسس انه هيعيط بصراحه. وصاحبنا بيقول ان النوع ده من الكلاب الشيطانيه هو اللي بيظهر مؤخرا، وبيقول انها صاخبه وعديمه الطعم وان احجامها كبيره وبتجري بسرعه. بيقول من كتر صيد الكلاب اتوصل لافضل طريقه يصطادهم بيها، وان بمجرد ما القتال يبتدي الكلاب دي بتشن هجوم قريب المدى. لكن صاحبنا ما بيلحقش يكمل كلامه والكلب بيرمي عليه كرة نار، فبيبقى مستغرب جدا. بيقولوا ان الكلب ابتدى الهجوم باقوى هجمه عنده، فالهجمه بتوصل لريو، والكلب بيكون قاعد عمال بيتفرج من بعيد كده منتظر عايز يشوف ايه اللي حصل. بس الكلب بيتصدم جدا، وبيلاقي ان ريو ما تفاداش الضربه وخدها كلها. وبيلاقيه بيقول ان الهجمه دي كانت على مدى واسع واستحاله تفاديها، وما كانش ينفع يصدها غير بقوه جسمه بس. وبيلاقيه بيشتم في الكلب وان ما فيش صالونات حلاقه هنا. ابنه بيحب يستظرف حتى في المواقف دي. بس فجاه بنلاقي الكلب انفجرت منه طاقه سحريه رهيبه، وبنكتشف ان دي طاقه ذهنيه بالاضافه للضوء والنار. وصاحبنا بيقول ان لو خد ضربه من دي شكلها تبقى مؤلمه جدا، فصاحبنا بيمسك الارض وبيرفعها وبيصد كل الهجمات الغريبه دي. والكلب بيبقى واقف مستغرب ومش فاهم اي حاجه. وبعدين ريو بيقطع الجدار ده وبنلاقيه هجم على الكلب كان خايف جدا منه. وفي وسط ما ريو طاير بنلاقي ريو استغرب فجاه وخد باله انه ابتدى يقع وابتدى يرفرف في مشهد كوميدي. بيقولوا ان لسه ما لقاش موهبته لحد دلوقتي، وفجاه بطلنا بيقدر يسدد له ضربه في الفك العلوي. وبنلاقيه بيقول بالاضافه ان مستواه ما بيزيدش ولا ان عنده مهارات كويسه، بس لمئات المرات والاف المرات بل عشرات الالاف من المرات قدرت اجمع المهارات الثلاثه بتوعي وادمجهم في مهاره اسمها الاصطدام المتقاطع. وبنلاقي صاحبنا استخدمها عشان يقدر يخترق بيها جسم الكلب. وبيقول هي مش مهاره فعلا، وان عمره ما شافها كضربه مناسبه او ان شكلها كويس. وبيقول ان النهارده قدر يعيش ليوم كمان وانه قدر ينجو. وبنرجع للمشهد بتاعنا. الشخص ده كان ماسك صورة ريو، وبيقول مش ده الشخص اللي حصلت معاه مشكلة في النظام؟ هو ازاي الشخص ده لسه هنا؟ استنى ثانية، سيلارتنا؟ وبيقول اللي في العملية دلوقتي هو العالم الخامس جرين ريتنا، وقبله كان العالم الرابع روجا ريتنا، وسيلارتنا كان العالم الثالث. وبنكتشف ان الكائن الغريب ده نسي صاحبنا في سيلارتنا من 12 سنة، بقى قاعد عمال عاوز يشد في شعره، وانه استحالة يقتل ريو عشان يخبي العملة بتاعته دي. وبيفضل يسأل نفسه هيعمل ايه. هو بصراحة شكله عامل عاملة. وبنلاقيه بيفتح احصائيات ريو، وبيلاقيه في المستوى الرابع ومعاه 3 مهارات بس، ونقاط مهاراته زي ما هي. ويفضل يسأل نفسه ازاي فضل عايش ل 22 سنة هو لسه في المستوى الرابع، مهاراته زبالة وقدراته زبالة كمان. انا مش فاهم ازاي فضل عايش، بس كده احسن بالنسبة لي عشان في طريقة اقدر اتعامل بيها مع الموقف ده. وفي مشهد تاني بنلاقي صاحبنا ريو قاعد عمال بيشوي وبياكل لحمة. بيقول الوضع دايما كده، بس الوصول المستوى 4 له شعور جيد فعلا. يلا نلقي نظرة على الاحصائيات بتاعتي، وبنلاقي احصائياته زي ما هي. وبنلاقي ان اتفتح له احصاء جديد بيكون فيه نفس احصائياته القديمة، بس الفرق ان فيه رقم متضاف جنب الاحصائيات بتاعته، بس هو ما بيبقاش فاهم حاجة. وبيقول ايه مدى قوته دلوقتي، وبيقول على اي حال ده المستوى الرابع، وبيفضل يضحك. وبيقول انه نفسه ياكل حاجة لذيذة فعلا، وانه يقابل ناس تانيين، ولحد امتى هيفضل عايش بالحالة دي. وبيتسأل عن المدة اللي هيفضل عايشها في المكان ده، وبيقول طالما هو عايش لدلوقتي هيلاقي طريقة للخروج من المكان ده. وبيحاول يقنع نفسه انه يفكر بإيجابية، بس فجأة بيسمع صوت غريب جاي من السماء. وبيلاقي ان الشخص المجهول ده قاعد عمال بيحاول يكسر العالم بتاع ريو. بيقول ان دي طريقة متهورة يحل بيها المشكلة دي. وبيظهر اشعار لريو ان العالم الثالث اللي هو سيلارتنا بيتم القضاء عليه. وبنلاقي الشخص الغريب بيقول ان احنا نقدر نلغي السجلات كلها المتعلقة بيه. وفي نفس المشهد بنلاقي ريو مستغرب وبيقول ايه العبط اللي قاعد عمال بيحصل ده. الشخص الغريب بيقول انه هيموت بالمستوى ده في قارة لاتنا في كل الاحوال. فبيحصل شيء كبير في سيلارتنا، وبنلاقي البطل بيتسحب لفوق وبيقول لا مستحيل، ايه اللي بيحصل ده كله فجأة. في المشهد ده بيقول ان بدأت عملية ابادة العالم الثالث وارسال اللاعب. وبنلاقي نفسنا في غابة مليانة اشجار، وفي بري ضرب في وسط الغابة. وبنلاقي كائن غريب كان نايم، وبنلاقيه ابتدى يفتح عينه وهو منزعج كده. ونلاقيه بيقول ان الناس دي ما بتزهقش، كل شوية بيرجعوا من جديد. والكائن ده بيقول عليهم شياطين من العالم الثاني. وبنلاقي حفنة معدات مرمية جنبه، واللي اتوقع انها حفنة معدات المغامرين الكائن ده قتلهم. وفي مشهد تاني بنلاقي ريو مبسوط جدا، بيقول مستحيل ومش مصدق نفسه. وبيقول انه كان مفكر الموضوع ده طبيعي، السما كانت دايما حمراء وما كانش فيه شمس خالص، وايه كل ده اللي بيحصل فجأة؟ ده حتى الشجر اللي هنا له فروع. وبيلاقيه بينط نطة كبيرة، وبيلاقيه قاعد عمال بيتأمل المنظر، بيقول ان ما عملش حاجة عشان يوصل لهنا، وانه مش قادر يصدق كل ده. وبيفضل ينط في المكان وهو فرحان جدا، وبينط في اول بركة مية تقابله. وبنعرف ان دي الجهة الشمالية من قارة لاتنا. ونلاقي ريو بيقول انا مش عارف ازاي البيت ده مش بيتي، والجبل اللي قدامي ده مش جبل الصخر اللي انا متعود عليه. وبنلاقي ريو فتح الاحصائيات
الإحصائيات بتاعته، وكانت حاجة غريبة جدا. ريو قدر يوصل للمستوى الخامس من غير ما يرجع للمستوى الأول، وبنلاقيه خد مهارة جديدة واسمها التواصل اللغوي. وبعدين استوعب حاجة، هل مش قارة لانت عشان تقدر توصل لها لازم تكون في المستوى 20؟ وهو بيسأل كده للنظام، النظام بيبتدي يتعطل تاني ويظهر جليتشات، وبيفضل يسأل نفسه أنا ازاي جيت هنا فجأة؟ النظام اتعطل تاني وأنا لازم أعمل ايه هنا؟ أنا مش فاهم حاجة. وفجأة بتظهر قدامه نافذة جديدة، وبيقول ان عمره ما شاف النافذه دي قبل كده. وبنلاقيه في المشهد اللي بعده مصدوم جدا، بتبقى عباره عن انه يقتل الالهه السته لقاره لاثنا، وان مكافاه المهمه دي الشباب الابدي والخلود، وانه يرجع للارض بتاعته مع الاحتفاظ بالقدرات بتاعته، وانه ياخد معاه 3 امنيات. وبيظهر له اقتراحات اولهم انه يخفي هويته في العالم ده، وانه ينضم لنقابه الصيد في مدينه امبر المستقله. فبيسال نفسه نقابه صيد عوده للارض؟ بيبقى مستغرب جدا. وفجاه بيسمع صوت زمجره من بعيد، بنكتشف انه كان الوحش اللي احنا كنا شايفينه في اول مشهد. وبيبقى ريو باصص له وهو مستغرب جدا، وبيقول في نفسه ليه اول وحش يظهر هنا؟ تنين كبير جدا. وبنلاقي التنين بيقول له ايها الشيطان القذر، ازاي تتجرأ وتدخل الغابه بتاعتي وعاوز تواجهني كمان؟ وريو بيقول في نفسه ليه كل ده بيحصل دلوقتي ولازم ارجع بسرعه للسيف بتاعي. بنلاقي التنين بيرد عليه بيقول له هو الموضوع كده؟ فبنلاقي ريو بيرد عليه وبيقول له لا انا هبقى متاخر جدا. فالتنين بيرد بيقول له اتحول لرماد اذا. فبنلاقي ريو بيقول ان كل ما اتحاصر اكتر كل ما نشاطه زاد في انه يضرب الاعداء اكتر، وان القتل هيبقى تاني حاجه بعد الضرب. فالتنين بنلاقيه باصص له بصه اشمئزاز، بيقول ان الكلام ده مثير للسخريه حق. لكن اول ما قبضه ريو بتلمس التنين ده بيطير بعيد جدا جدا جدا. وريو بيقول دلوقتي هروح امسك السيف بتاعي. وبعدها بنبتدي نشوف قصة التنين ده. في يوم من الأيام كان في مملكة اسمها إكراد. المملكة دي كان فرسانها عندهم تنين سماوي، وكان التنين ده اسمه إيبر، وكان فخر الفرسان. ومع إن الكل كان بيحب التنين إيبر، بس التنين إيبر كان بيكره حاجة واحدة، وإن الملك يركب فوقه لأنه طويل جدا. فالأمير بيركب فوقه بس الأمير بيقع وبيموت. فبعدها أعدموا الفارس اللي كان راكب مع الأمير، وكانوا عاوزين يعدموا إيبر كمان. وإيبر بقى تنين وحيد بيعيش في الغابة، وكان كل شوية بيجي مغامرين ويهجموا عليه من غير سبب. وبالرغم من ان إيبر كان قوي جدا بس ما كانش بيقتل اي حد، لكن في مرة اجتمع عدد لا يحصى من الصيادين وهجموا على إيبر وتعرض لضرب مبرح. فإيبر قال انه مش هيسامح حد تاني. وبنكتشف ان إيبر بنت، وبتقول انتوا اللي بتستمروا في الظهور، ما كانش عندي خير تاني. بالاضافة انا مش تنين اساسا. التنين بيبقى عنده 4 رجول وجناحين على ظهره، انما الويفرن عندهم اجنحة متصلة بالسيقان الامامية، عشان كده هي ويفرن مش تنين. وبنكتشف ان صاحبنا ريو هو اللي سوف تتكلم الكلام ده كله. فريو بيقول لها ده مش موضوعنا، انا عاوز اعرف انت ازاي عرفت ان انا من عالم تاني. يقول لها اتكلمي يلا. وهي بتعيط وبتقول له مش عارفه. وبتقول له اللي تعرفه ان لما عالم بيتدمر الاجسام اللي فيه بتختفي، وفجاه بتلاقي اشخاص غريبه كتير في الغابه. فريو بيسالها اذا هي افترضت انه شخص من عالم تاني بسبب الموضوع ده. وريو بيسالها هل ده معناه ان ما حدش هيقدر يعرف هويتي وحكمنا على مظهري بس، وان المكان ده اسمه غابات سيرت التابعه لمملكه غريلوت. فالتنينه بتقول له لا، مملكة غريلوت تم تدميرها منذ وقت طويل ودلوقتي اسمها مملكة إكراد. فريو بيقول تبا، نفس الإشارات دي شكلها ما اتحدثتش من زمان، واديت له معلومات قديمة بس. فالتنينة بتقول له أرجوك ما تقتلنيش، ما كنتش عارفة إنك قوي جدا للدرجة دي. فريو بيرد بيقول لها كان لازم تستخبي بس ما كانش لازم تهجمي عليا. قالت له أنا هجمت لأنك شيطان من عالم تاني. فريو بيتعصب بيقول لها مين الشيطان ده؟ فالتنينة بتتوتر وبتقول مش أنا اللي قلت كده، دي الآلهة اللي قالت. فريو بيسألها آلهة؟ وضحي كلامك. وبتقول ان بدأ ظهور الإيرتلينج من العالم الآخر في لاسنا من حوالي 40 عام. وبتقول انت عارف حاجة، انا حاسة بالألم بس دلوقتي، ممكن اروح البيت دلوقتي واعالج نفسي بشوية أدوية؟ ريو بيتعصب وبيقول لها انت بتعملي كل ده عن قصد كده؟ انت عاوز تضربي من تاني ولا ايه؟ وبنكتشف ان الإيرتلينج هم عبارة عن الجايين من العالم التاني زي ريو كده. فريو اسمه إيرسلينج. فبنلاقي تنينة بتقول في البداية انسجم مع البشر ودلوقتي الإيرسلينج كمان، بس ده مش بيدوم لوقت طويل. وبتقولوا ان البشر التانيين في العالم ده بيقتلوا الإيرسلينج اللي هم زي ريو كده بغاية رفع المستوى بتاعهم. بس الإيرسلينج شعروا بالتهديد كده، بدأوا بجمع الأقوياء من جميع أنحاء العالم وشكلوا فريق بهدف قتل إله اسمه الأرض العظيمة. بتقولوا انهم كانوا زي تنانين بالظبط، يقدروا يرقوا قوتهم بمجرد التخلص من الخصوم التانيين. وبتقولوا ان ما كانش فيه طريقة لمحاربتهم لأنهم كانوا تحت قيادة قائد من المستوى 100 اللي هم البشر. يعني الكلام ده كله كان جيش من البشر بيحاولوا القضاء على الإيرسلينج اللي زي ريو. للي مش فاهم يعني
توضيح. بس قبل ما البشر دول يوصلوا انهم يخلصوا على الإيرسلينج كلهم، ظهر 4 مقاتلين: بارلوت ملك السيف، وزينوبيا رئيسة الصحراء، وجرهان الرهيب، وهوليان سامية الحياة والموت. ال4 دول قتلوا البشر كلهم في القارة في لحظة واحدة. وبعدين ظهرت الآلهة ال6 اللي بتتكلم عليهم التنينة، المفروض ان هم طهروا القارة دي، وبتقول ان الإيرسلينج شياطين من عالم تاني تعاقدوا مع إله البشر، لهذا السبب يتم إعدامهم بسرعة. ريو بيتعصب جدا لأن المفروض صاحبنا ريو مير إيرسلينج لأنه جاي من عالم تاني، فأي حد جاي من عالم تاني بيعتبروه إيرسلينج. فبنلاقيه متعصب وبيقول: أنا اتخطفت فجأة واتعفنت على جبل صخري لعشرات السنين ولسه خارج حالا، وانت جاية يا تنينة تقولي إن لو حد عرف إني من عالم تاني ده معناه إن القارة كلها تبقى عدوتي. فتنينة بتقوله كل ده حصل قبل ما أنا اتولد. فريو بيقولها: أنت بتقولي إن الآلهة مخيفة جدا لدرجة إنها عملت كده. بس ريو بيقول إن نهاية الآلهة دي كلهم وهيرجع للبيت بتاعه. بس ريو بنلاقيه بيبص للتنينة ويقول لها: تعرفي حاجة؟ ما ينفعش اخلي حد يعرف هويتي. فتنينة بتقول: كنت عارفة ان الشخص ده شيطان هو كمان، وبتكسب له ان هي مش هتقول لاي حد. وبنسمع صوت سويت خارج من الكهف. وبعد مرور 5 ايام بنلاقي ان في مكان بعيد عن الغابة شوية هتشوف حائط ضخم لقلعة كبيرة، وهي مدينة تقع في الجزء الشمالي من مملكة اكراد، وبتبقى المدينة دي اسمها مدينة أمبور اللي ذكرناها في البداية. المدينة دي مش ضخمة بس، بل عدد سكانها كبير جدا كمان، وجنبها بيبقى فيه غابات اسمها غابات سارت، بيبقى فيه دنجنز كمان في سول ايفن. واللي مش عارف الدنجنز ده بيبقى زي البوابات بس بتودي العالم تاني فيه وحوش وكده يعني، عشان تقتل الوحوش وتاخد الموارد بتاعتهم. وان القلعة دي مليانة صيادين بيحاولوا يكونوا اغنياء عن طريق انه يخلي حياتهم على المحك. وفي مشهد تاني بنلاقي الشخص ده اللي هو تقريبا الشخص اللي بيوزع المهمات، وبيقول للناس اللي بتيجي هنا اما صيادين او الناس عاوزين يبقوا صيادين او اشخاص من عالم اخر، وانتوا عارفين بقى لما احلى. بنلاقي ريو داخل في المشهد التاني، وصاحب المكان بيقول: ما هذا بحق الجحيم، ده عملاق جدا، انا عمري ما شفته هنا قبل كده، هل هو من نقابة تانية؟ ده شكله صياد مخضرم جدا. فكتف ريو بيخبط في واحد من الاشخاص، والشخص ده مش بيبقى مبسوط قوي، وبيقوله: انت مش شايف ان انا مشغول؟ وفجأة بيلاقي قلم نازل عليه من البيت اللي قدامه، وبتقول له: ريو ازاي اقدر اخدمك يا سيد صياد؟ وبنلاقي الراجل اتوتر وبيقول: انا عمري ما شفتك هنا قبل كده، مش قادر اتعرف عليك. وبيسألوا لو دي اول مرة يجي فيها لنقابة صيادين مدينة امبور، وبنت الاستقبال بتسأله ازاي تقدر تساعده. فريو بيقول لها: انا عاوز ابقى صياد. فبنلاقي كل الناس اللي حواليه مسكت السيوف بتاعتها وتبص الريو. نرجع للمشهد بتاع الكهف لما سمعنا صوت التنينة وهي بتصوت عشان ريو كان هيقتلها. فالتنينة بتقول للريو: انت بتقول لي انك عاوزني اساعدك؟ بيقول لها: فعلا، حتى لو مظهري مش بيثير الشكوك، حقيقة انه معهوش لبس او معدات من العالم ده ممكن تزيد الشكوك حواليه. التنينة بتقول له: انت هتقتلني بعدها، انت كده كده كنت بتقتلي الناس، فالموضوع مش كأنه هتقدري تتجولي بسهولة لانك كده كده مطلوبة للعدالة والناس عاوزين يقتلوكي. وبصراحة مضى وقت طويل جدا منذ ان اتكلمت مع حد. فالتنينة بتتكسف تقريبا وبتفتكر معاملة الفرسان الكويسة ليها. فتنينة بتقول له: خلاص انا هساعدك. ريو بيقول لها: فعلا شكرا. بس تنينة بتقول له: ما تقولش لاي حد عني. ريو بيقول لها: موافق. فتنينة بتقول له: ليه ما تغيرش لبسك الاول؟ فبنلاقي ريو المتهور بيقلع لبسه قدامها، والتنينة بتتكسف وما بتقدرش تشوف، وبتقول له: انت بتعمل ايه يا مجنون؟ فريو بيقول لها: انا بغير لبسي، ايه المشكلة؟ فتنينة بتقول له: انت عريان، دي هي المشكلة. ريو بيقول لها: ما انت كمان عريانة. فريو بنلاقيه بيقول ان اللبس بتاعه ضايق عليه، فعشان كده مزق الاكمام بتاعته واصبح بالشكل ده. والتنينة بتقول له: انا هعلمك شوية امور عن العالم ده. فريو بيقول لها: ماشي. والتنينة بتقول له: اوعى تخلع ملابسك في اي مكان زي ما انت عملت دلوقتي. ريو بيقول لها: انا عارف الكلام ده، ممكن بقى تقولي لي يعني ازاي هقابل الالهه دي؟ فتنينة بتقول له ان الالهه نادرا ما بتقابل البشر، وبتقول له انك عشان تقابلهم لازم تكون من بين الاربع ابطال، او انك تكون بعمل عظيم يستحق شكر الالهه دي. فبنقدر نقول ان امن حاجه تقدر تقابلهم بيها انك تصبح صياد بيصطاد وحوش الزنزانه او الدنجن. فريو بيقول لها: فهمت، عشان كده الدليل الارشادي بتاعي كان نصيحني اني لازم اكون صياد طلع عشان اقدر اوصل للالهه دي. فالتنينة بتستغرب وبتقول له: الهه مين؟ فبنلاقي ريو بيتشاور على نفس النظام، بس التنينة ما بتبقاش شايفاها، وبتقول له ان مفيش حاجه هنا، مش شايفه حاجه. فريو بيقول في نفسه: شكلي انا الوحيد اللي اقدر اشوفه. وفريو بيقول لها: ده نظام ارشادي للبشر من عوالم اخرى زي كده، بس النظام بتاعي مكسور، مش عارف اعمل فيه ايه. التنينة بتقول له: مكسور ازاي؟ ممكن تقول لي ايه اللي بيحصل هنا؟ ممكن تقول لي هو النظام ده بيقول ايه؟ وبنرجع للمشهد بتاعنا لما كان ريو داخل المكان اللي فيه الصيادين الكتير دول، وان على عكس بقيه الاعمال عمل الصياد بيتميز باسلوب اكتر حديه، فمش بيثير الشكوك حواليه، فبيبقى الموضوع مش مشكوك فيه لو لقوا صيادين من مستويات عاليه. وبتقول له ان لازم يكون حذر ان في صيادين كتير مش بيحبوا كده. وبنلاقي ان التنينة هي اللي كانت مصففه شعره ومظبطاه، وان اللي كان نصحه بالنصايح دي وان لازم يتعامل بطريقه طبيعيه جدا هي التنينة،
عشان ما يصيرش شكوك حواليه. بس للاسف بطلنا بيكون متوتر جدا وما بيقدرش يسترخي في الموقف ده. فموظفة الاستقبال بتقول له اذا انت سيد إيريك غارون، وبنكتشف ان ريو سمى نفسه في العالم ده إيريك غارون، بس هنكمل نناديه ريو. فبنلاقي ريو بيقول لنفسه انه ما يكونش متوتر، بيقول لها صحيح. موظفة الاستقبال بتقول له انك قلت انك من شمالي كامبول، صحيح الكلام ده؟ فريو بيقول لها اجل، وتلعثم هو بيقول اكيد انه بدا مثير للريبه. موظفة الاستقبال بتقول له مرحبا بيك في نقابة الصيادين، وكان بيقول في نفسه انه كان هيبقى في حالة مزرية اكتر لو اتبع ارشادات النظام بتاعه، وانه كويس انه سمع كلام التنينة. فبنلاقي موظفة الاستقبال بتقول له انت عاوز تنتقل من نقابة تانية لنقابتنا؟ فبيقول لها لا. فبتقول له اساعدك ازاي طيب؟ فبيقول لها انا عاوز ابقى صياد. وبعدها بنرجع للمشهد بتاعنا والكل ساحب سيفه وعاوز يهجم على ريو. وبنلاقي موظفة الاستقبال بتتوتر شوية وبتقول له انت بتحاول تقول لي انك مش صياد لسه؟ فبنلاقي الكل اتوتر وبيقولوا مع نفسهم الضخم ده ازاي مش صياد دلوقتي؟ يبقى ده شكله جاي من عالم تاني. وبنلاقي واحد بيقول لهم التزموا الهدوء عشان ما يسمعش. فريو بيستغرب وبيقول الكل ماله؟ ايه اللي حصل؟ وانا عملت غلطه ولا ايه؟ وظيفه الاستقبال بتقول له حط ايدك على حجر الكياس. فريو بيفضل يقول لنفسه وانا لازم اقاتل. فبيقول لا، حقيقه انهم لسه ما هاجموش لدلوقتي، مع انهم شاكين في الموضوع مش متاكدين انه من عالم تاني. فموظفه الاستقبال بتقول له بنظره خبيثه انه اعتمادا على القدرات بتاعتك هنقدر بيها نثبت الحقيقه، وان كل اللي عليه ان هو يحط ايده على صخره الكياس. فريو بيسال نفسه يا صخره الكياس دي بتعمل ايه؟ يعني بتحقق لو كان الشخص من عالم تاني ولا لا، وانهم لو مسكوه دلوقتي مش هيقدر يقابل الالهه، وان الهرب دلوقتي هيعرفهم انه مخبي حاجه، وتدمير المكان ده هيكون سهل جدا بس مش مهم. وبيلاقيه حط ايده على حجر الكياس وبيقول انه متاكد انه هينجح. وبنلاقي موظفه الاستقبال مصدومه وبتقول ان كل امكانياته في مستوى بطولي. وبنلاقي ريو بيقول ايوه كانوا قربوا يمسكوني خلاص. وبنلاقي ريو في مشهد بطولي بيقول لهم انه لازم يروح يقتل الشيطان الشرير، بس للاسف دي كلها بتطلع هلاوس جوه دماغ ريو. اول ما بيحط ايده على الحجر بيظهر انه سيف من المستوى الخامس، فالكل بيبص على الحجر وبيبقى مستغرب جدا، والسيافين بيفضلوا يبصوا لبعض. وفجاه الصيادين بيبتدوا يكتموا الضحكه بتاعتهم والمكان كله بينفجر من الضحك، وصاحبنا بيبقى مستغرب والصيادين بيلاقيهم بيقولوا تبا ده فكرنا من عالم تاني. حتى موظفه الاستقبال قاعده عماله بتضحك. فريق بيفضل يقول ايه اللي بيحصل هنا؟ انا مش فاهم حاجه. موظفه الاستقبال بتقول له انا بعتذر، وهي قاعده عماله بتضحك وبتقول له انه اغلب القادمين من الغابه الخلفيه عشان يسجلوا بشر من عوالم تانية، وان لو كان ريو مستواه اعلى كانوا اخطاوا الحكم عليه بانه واحد من عوالم تانية. وبيقولوا ان اللغات دول بدأوا من المستوى 20 ودايما بيقولوا نفس الحاجه، بيقولوا انهم عايزين يبقوا صيادين بالرغم انهم بدأوا من المستوى 20. وبالله ريو بيقول لنفسه ما كنتش اتوقع ابدا ان مستواه المنخفض ده هيخليني مبسوط. فبالله الموظفه بتقول له ان التسجيل ب 300 اكس. فريو بيستغرب ويقول لها 300 اكس 300 اكس دي 300 اكس بتساوي 3 مليون يوان كوري. والتانية بتقول له انت ما عندكش فكره ازاي كان صعب عليا ان اجمع 400 اكس. فريو بيقول لها هدفع لك بعدين وانها هقتصد في المصاريف بتاعتي. فبالله الصيادين قاعدين كلهم بيبصوا لريو وبيقولوا باستهزاء بصوا لايد الواد الريفي ده وهي قاعده عماله بترتجل. وبيقولوا ان هم مش عارفين ازاي بس الغرباء دول بيجيبوا الفلوس من اي حته. فريو بيقول في نفسه هم الاخرين دول معاهم فلوس حتى. فبالله موظفه الاستقبال ادت له شاره تعريف وانه لما يوصل لمستوى جديد يجي ياخد واحده تانية، وان استبدال الشاره دي بيتكلف 80 اكس. وبالله مكتوب على الشاره دي نقابه صيادي امبرس، صياد مبتدئ سيف من المستوى الخامس إيريك غارون. فريو بيقول لنفسه شكلي هبدا من الصفر وانه لازم يخلي اسمه معروف بين مجتمع الصيادين وهيبدا من هنا. بس قبل ما يكمل تفكيره بيقطع كلامه لموظفه الاستقبال وبتقول له هل في سؤال معين بيشغل تفكيرك؟ بيقول لها انا عاوز استكشف الزنزانات او الدانجيونز وقاتل الوحوش. بس بنلاقي واحد شعره ابيض ومعاه سيفين في ظهره وبيضحك ضحكات استهزاء وبيقول لريو من الافضل انك تكون هنا بدل انك تكون طعام للوحوش. الصيادين ذوي المستوى الخامس لازم يعرفوا مكانتهم. وبنكتشف ان اسمه لاودي. وسط الاستقبال بتقول له سيد لاودي اتخطط انت وجماعتك للذهاب لغابه ساد؟ فلاودي بيقول لها انا سمعت ان الوحوش هناك في ازدياد وبتهاجم المنازل القريبه واكيد مش هعتمد على فشله زي دول ضعف عديمي القيمه. وبنكتشف ان لاودي مستواه 27 تصنيفه بشري وقال انه هيروح لوحده بما ان مستواه عالي. فريو بيبقى مستغرب وبيقول ليه الواد ده عمال بيتصرف بغرور كده ومستواه زي مستوى ايفيار. ويبص وراه بيلاقي ان الجماعه اللي وراه مستواهم بيتراوح من المستوى 12 للمستوى 13 واوقات 15. فريو بيقول على الرغم ان المستوى اعلى من البقيه هنا بس التورط معاهم هيكون شيء مزعج. وبيلاقي لاودي قاعد عمال بيبص لموظفه الاستقبال بطريقه غريبه. فموظفه الاستقبال بتقول له سيد لاودي انت لسه عندك مكان شاغر في الجماعه بتاعتك مش كده؟ فكلهم بيلفوا وبيبصوا للواد ريو. فريو بيقول في نفسه ما تقوليش ان اللي انا بفكر فيه هيحصل. وبيلاقي موظفه
موظفة الاستقبال بتقول له سيد إيريك، إكمال المهمات وحيدا شيء مستحيل، والأكثر استحالة من ده إنك تروح الزنزانات لوحدك، وإن القيام بالمهمات المختلفة والتعلم وأنت ضمن جماعة هيكون أفضل بكتير. وبنلاقي لاودي قاعد عمال بيلف في شعره وبيتدلع كده وهو قاعد عمال بيفكر يضم ريو ولا لأ، وبيقول إن عنده فعلا مبتدئ في الجامعة بتاعته وإن ما عندوش مكان. وبنلاقي المبتدئ اللي بيتكلم عليه ده اسمها أتي، ساحرة بالمستوى ال 25، بس ريو بيظهر له الدليل وبيعرف إنها في مستوى أعلى، مستوى 37، وبيقول أكيد عندها ظروفها الخاصة. فبيلاقيها بتبص له، فريو بيقول لنفسه أنا حضرت المدة طويلة ولا إيه، بس بيقول مش مهم، أو كده كده قال إن ماليش مكان عندهم فمش مشكلة. بس فجأة بنلاقي لاودي بيقول إن لو الطلب ده كان من الأنسة سيجيري ملكة نقابة صيادي إمبرز، أهتم بالحشرة دي مستوى 5 لو كان لازم أعمل الكلام ده. فريق بيقول في نفسه أنت سميتني إيه وما ينفعش قتله. بس فجأة بنلاقي لاودي يقرب منه، ما ينفعش أقتل صاحب المستوى الخامس ده، لو قتلته هنا هيموت. وبيقول له أنت بتحلم تكون ملك سيافين ولا إيه بالسيف بتاعك ده؟ معاك لعبة ضخمة زي دي في ظهرك بتعمل بيها إيه؟ فلاودي بيحاول يشيل السيف بتاعه بس السيف بتاعه ما بيتحركش أساسا. وبنلاقي لاودي بيقول في نفسه ازاي تقدر تشيل حاجة زي كده؟ ده ما بيتزحزحش، مش بيتحرك من مكانه. فبنلاقي ريو بيبص له بصة غضب شديد، فلاودي بيخاف جدا وبيجيب ورا. فريو بيقوم رافع السيف بتاعه وهو ولاودي وبيقولوا سيب السيف. فبنلاقي ان باقي الصيادين ابتدوا يضحكوا على لاودي وبيشجعوا بطلنا ريو وعاوزين قتال. بس بنلاقي راجل فوق غريب كده وبيقول اخيرا وجدته. لا ايه بقى انا مش فاهم بصراحة. فبيبقى ريو رافع لاودي وغضبان منه. وظيفة الاستقبال بتبقى باصة وهي مش مصدقة نفسها، حتى باقي الصيادين بيبقوا مش مصدقين اللي هم شايفينه، بس الراجل الغريب ده بيبقى مبسوط. وبنلاقيه بيقرب من ريو وبيقول انت لو عندك جسم زي ده فاظن انك تقدر تتعامل مع اصحاب المستوى العاشر بسهوله جدا. فبنلاقي لاودي اتعصب وبيقول له بيركمان، ساعتها بنعرف ان اسم الشخص ده بيركمان، وبيقول له انت مش شايف ان انا بتعامل معاه؟ فبنلاقي بيركمان بيقول لريو انت قلت ان اسمك ايريك، دي حاجه كويسه انك تقاتل هنا، بس انت لو كسرت النقابه بالسيف بتاعك ده هيكون عليك انك تواجهنا كلنا. فريو بيقول له لا الموضوع مش كده خالص، انا مش عايز اقاتل اي حد. وتلاقيه بيقول لنفسه انا بس مش عاوز اطرد من هنا. وبنلاقي لاودي متعصب جدا وبيقول له انت ازاي تتجرأ تعمل كده؟ طب فكر ان في حد غيرها هيقبل بفاشل زيك، واحد بمستوى خامس ضعيف كده، هتقدر تعمل ايه لوحدك بالمستوى ده؟ فريو بيقول هو عنده حق، ده انا حتى دفعت كل الفلوس اللي معايا ومعيش فلوس وما اقدرش اعمل حاجه بالمستوى ده. وبنلاقي بيركمان قرب منه وبيقول له ما تستهينش بالشخص ده، وبيقول له بجسمك ده رفع مستواك هيكون سهل جدا، وكده كده انا كنت بدور على شخص مفتول عضلات زيك، فانت ايه رايك تنضم للفرقه بتاعتنا؟ وانا عارف انك عشان تحصل على عضلات زي دي ما كانش طريق سهل ابدا، وانك ما خدتش العضلات دي من ليله وضحاها. وبنكتشف ان مستواه 25 وسلالته بشري. فريو بيقول للراجل ده مستواه عالي جدا. فريو بيظن ان ارتفاع قوته بس عشان هو من عالم مختلف عن قاره لاتنا، وان سرعه نموه عاليه عنهم، وبيقول انه ما يعتقدش انه هيفضل في الفريق ده لفتره طويله، وبيقول ان البقاء معهم هيكون امن لدلوقتي. وبيوافق ريو على طلب الانضمام للفريق وبيشكرهم على قبوله. وبنلاقي نفسنا في مشهد تاني في مدينه امبر، وبنعرف ان مدينه امبر مدينه تم تطويرها عشان تصبح محصنه ضد الزنزانات والوحوش، وانها بتعتمد على اصطياد الوحوش، وان كل المعاملات اللي فيها بتعتمد على المواد المستخرجه من الوحوش. وبنعرف ان في منطقتين اساسيتين في الداينجنز، زنزانه سهول ايبن والجزء الشمالي للقاره اللي هي غابات سارت. بس مؤخرا ابتدى يظهر عدد كبير من الوحوش، عشان كده بقى فيه العديد من الصيادين. وبنلاقي الوحوش دي اللي شبه الكونفوز ولونها اخضر. وبنلاقي اللي اسمها دي فولك، وحش منخفض المستوى بيعيش في غابه سارت، وانه وحش بطيء الحركه ذو قبضه قويه يمكنها تحطيم الصخور، وانه يقدر يستخدم وزنه عشان يطلق هجمات قويه. وبنلاقي في وحش من الوحوش دي بيهجم على بيركمان، وبيركمان بيتصدر الضربه بتاعته وبيرد له الضربه على طول، بس الوحش بيهجم عليه تاني، بس مش بيهجم عليه هو لوحده، بيهجم عليه مجموعه من الوحوش كمان. فبيركمان بيقول لهم تعالوا. وبنعرف ان بيركمان سياف ولقب الدار الاقوى في امبر، وبحركه سريعه بيقدر يهجم مع الوحوش دي، بس في واحده بتيجي بسرعه وبتهجم على الوحش ده وبتديه في الرمح في دماغه. وبنكتشف ان البنت دي اسمها امبر، وانها الشخصيه الاساسيه في الهجوم في الفريق ده. فامبر بتبص لبيركمان وبتقول له انت مش شايف ان الوقت ده مناسب للتقاعد بما انك كنت قربت تتاذى من وحش عادي زي ده؟ فبيركمان بيقول لها التقاعد، بيفضل يضحك بيقول شكلها فكره كويسه. بعدين امبر بتقرب من بيركمان وبتشوف جرح في كتفه، تقول له ايه ده؟ ارجع بسرعه عشان توقف النزيف ده، ما تخلينيش اقلق عليك. فبيركمان بيقول لها ده ولا حاجه، ما تقلقيش بشأن يا امبر. والوضع بيبتدي يبقى غريب شويتين 3 بصراحه، بس بنلاقي جرحه بيتشفي بسرعه. وبنلاقي اللي شاف الجرح بتاعه عضوه تانية في الفريق اسمها اوين ومستواها 16 وهي معالجه روحانيه. وبنكتشف ان هي اخت بيركمان. فبيركمان بيقول رائع، انا اقدر اقاتل طول اليوم. فامبر بتقول له اوعى تموت انت بس. فاوين بتقول له انت ما تقدرش تعيش من غيري، بس في وحش بيهجم عليها من وراها، بس في هجمه ناريه بتنزل على الوحش ده
وبنكتشف ان صاحب الهجمه هيوبر، وانه ساحر من المستوى 18، وانه عضو حمايه خلفي في الفريق. وبيقول لها يا انسه وين احذري، ده كان خطر جدا. وبنلاقي وين مش شايفه حاجه وبتقول في حاجه حصلت، ده كان سطع جدا. وبكده ده بيكون فريق بيركمان، فريق مش بيركز على الهجمات بس، ده الدفاع كمان. وبنعرف انه الفريق الاول من حيث التنسيق والانجازات، ونقدر نقول انه اكتر من فريق موثوق بيه في مدينه امبر. وبنلاقي ريو بيقول بالنسبه لمبتدئ زيي فانا ماليش مكان افضل من المكان ده. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي الفريق ده قاعد عمال بيحارب في الوحوش وسايبين صاحبنا ريو مع الشنط. وبنكتشف ان هما جايبين ريو بس عشان يحمل الحقائب والشنط بتاعتهم، وصاحبنا كان قاعد عمال بيتكلم النمل اللي جنبه. وطبعا ريو مسمي نفسه إيريك ومستوى خامس وسياف، وان لقبه الرجل العضلات في فريق بيركمان. طبعا بسبب القدره الرابعه لريو بيقدر يفهم كلام جميع المخلوقات، فبيسمع صوت جاي من بعيد بيقول ده مستوى منخفض عشان كده هو مستبعد من القتال المباشر. وبعديها بيسمع صوت ضحك، فريو بيقول هم شكلهم سابوني عشان الوحوش الضعيفه والصغيره بس. وريو بيقول ان هم بيتقاسموا الارباح معاه بالتساوي. وبنكتشف ان كان بيضحك عليه مجموعه وحوش كانوا في الغابه. وبنلاقي الزعيم بتاعهم بيقول انت بتقول ان الراجل ده هو العدو بتاعنا، انت لازم تكون بتهزر، ده الموضوع ده مضحك جدا. وبنعرف ان اللورد دي فولك مستوى 25 وانه الملك بتاعهم، بيقول ان هيقتلهم كلهم. وقبل ما يكمل كلامه بنلاقي البيج بوس ده وقع وباقي الوحوش مستغربه جدا. وبنعرف ان الزعيم بتاعهم وقع عشان ريو حدف عليه قطعه حجر صغيره، ده حتى مش حدفه، ده نطرها كده بصباعه بس، فالوحوش كلها بتهرب. وريو بيقول في نفسه ده كان اقوى واحد شفته من الوحوش لدلوقتي، بس ما بيحصلش على اي نقاط خبره. ونفس النظام بتقول له ان الوحش ده مستواه منخفض جدا، لازم يدور على وحوش اقوى بكتير. وبيقول في نفسه ان لازم المره الجايه لازم يطلب ان يقتل وحوش من مستوى مرتفع. وبنلاقي وين بتنده على ريو وبتقول انه خلصوا الوحوش هناك وان الوقت جه عشان يجمعوا الغنايم. فريو بيقول لها ماشي. وفي المشهد اللي بعده بيلاقيهم قاعدين بيقطعوا في جثث الوحوش، وبيلاقي وين ماسكه حاجه غريبه تقريبا واحد من قلوب الوحوش دي، وبتقول لهم شوفوا احنا ممكن ناخد 15 اكس من البتاع ده. وبنلاقي ساحر الفريق بيقول لها ده كبير جدا وانه اكيد هيكون غالي الثمن. فوين بتضحك بيقول انهم ممكن يبيعوا فرو الوحش ده ونبيع الاثنين لكننا بنضرب عصفورين بحجر واحد. وريو بيقول في نفسه وانا لو كنت شفت المنظر ده قبل ما اجي العالم ده كنت رجعت فعلا. وبيقول ان انا قتلت كتير من الكلاب الشيطانيه، فالمظهر ده مش جديد عليا خالص. وبنلاقي ريو بيسلخهم بسرعه وبيطلع الحاجات المفيده منهم. فوين بتستغرب وبتقول انت بتعمل كده ازاي بالسرعه دي؟ فريو بيقول لها انا كنت بعمل الكلام ده بقالي 20 سنه. فكلهم بيستغربوا وبيقولوا 20 سنه، وبيقولوا له عمرك دلوقتي كام يا إيريك اللي هو ريو. فريو بيقول في نفسه ان عمره ما ازدادش من لما كان 24 سنه. فبيركمان بيساله انا اسف على السؤال ده بس ماذا عن والديك؟ فريو بيقول لهم انه اتخطف من 20 سنه عشان كده هو مش فاكر وشوشهم عامله ازاي. بيقول لهم من الصعب انه يوصل للبيت كمان. وبيلاقي كل الفريق اتاثر وريو صعب عليهم. وبيلاقي بيركمان بيقول في نفسه عشان كده هو عنده الجسم ده. بيقولوا انت ازاي تخبي سر زي ده وان مفيش مزيد من المعاناه، احنا خلاص عائلتك دلوقتي بالفعل. وين بتقول له ان كل حاجه هتكون على ما يرام. فريق بيقول في نفسه انهم لطيفين فعلا وبيقول لهم اشكركم على قبولي وانا بالمستوى المنخفض ده. فبيركمان بيقول له ما تقلقش بشان المستوى، دي حاجه مش مهمه. وبيركمان بيقول له انا كنت في المستوى 25 من 5 سنين. فريق بيستغرب وبيقول له بس انت دلوقتي في المستوى 25. فوين بتقول له ان مفيش اي وحوش مستوياتها عاليه الا في الدانجنز. ومستخدمه الرمح دي بتقرب منه وبتقول له ان اللورد دي فولك يعتبر وحش عالي المستوى واننا مش محتاجين نصطاد وحوش اقوى دلوقتي عشان احنا مش هنذهب للدانجنز خالص. فريو بيتصدم وبيتحبط جامد لانه كان عاوز يلاقي وحوش اقوى بكتير، والطريقه دي مش هيلاقي وحوش اقوى لو فضل معاهم. فريو بيقول لهم انه هيروح يتدرب على المبارزه. فبيركان بيقول له ما ترهقش نفسك كتير. ووين بتقول له ما تقربش من الغابه، المكان خطر جدا هناك. وبيلاقي الساحر بيقول انه هيروح معاه عشان هو قلق عليه. ووين بتقول مين كان متخيل ان كل الاحداث دي حصلت مع ريو، ده شاب لطيف جدا. فبنلاقي الساحر راح يطمن على ريو وبيقول له احوال تدريباتك عامله ايه. فما بيلاقيش ريو وبيفضل يندى عليه. فبنلاقي ريو قاعد عمال بيجري بسرعه في المكان جدا بيدور على وحوش عاليه المستوى. وبيقول في نفسه هو فعلا ما فيش وحوش عاليه المستوى هنا، يبقى انا هاخد نقاط الخبره ازاي؟ الكلام ده مش منطقي جدا، لازم يكون هناك وحش واحد على الاقل. وبيفضل يبص في الوحوش حواليه وبيلاقيها مستويات منخفضه جدا 13 او 21. وبيقول ولا واحد فيهم مستواه كويس. وبيلاقي في مشهد تاني ريو مع التنينه دي وبيقول لها ان العيش وحيد هنا مش امر مخيف وخطر. فبنلاقي التنينه بتضحك وبتقول له لا الكلام ده مش صحيح لان ما فيش اي وحوش قويه هنا في غابه سارت. فبنلاقيه محبط جدا وبيقول انه فعلا ما فيش اي وحش هنا. وبيقول ان الامر بقى منطقي شويه وانه ما شافش اي وحش في مستوى ايبر من ساعه ما جه هنا. وبيتسال عن مستواه الحقيقي وانه لازم يرجع قبل الغروب. فبيقرر يرجع للفريق بس بيحس بهاله غريبه وبيقول ده شكله وحش عالي المستوى. وبيقول انه مش كبير ككلب الجحيم، هو قاعد عمال بينط ما بين الشجر بسرعه. وبيقول بس الاكيد انه مش
مش وحش عادي، واني لو قدرت اقتله ممكن يرتفع المستوى بتاعي. كل ده هو قاعد عمال بينط بين الشجر وبيتنقل، وبنلاقيه وصل، وبنلاقي ريو بيقول لقيتك تعالى بسرعه، وبنلاقيه واقف قدام بنت شعرها برتقاني وطويل. فالبنت بتبص له بصه غريبه كده، وريو بيفضل متنح شويه وبيقول اسف ده خطأي. فريو بيقول في نفسه انا فكرت صوت الوحش جاي من هنا، وانه هيتظاهر بعدم رؤيته لاي حاجه، فبيعتذر له وبيمشي، وبيقول في نفسه انه لازم يخرج من هنا الاول. فبيلاقي الساحر بيقول له استنى، والساحر بيبتدي يتعرف على ريو، وبيقول له مش انت الشخص المثير للشك اللي كنت في نقابه الصيادين؟ فريو بيقول في نفسه وهو محتار هقول له ايه ده دلوقتي. الساحر ده بيقول له ان المكان ده مش مناسب لاصحاب المستوى 5. فريو بيقول له ماشي، بيقول في نفسه ولا المكان ده بحمام كمان عشان يستحمى فيه. بيقول انه لازم يروح بسرعه عشان يدور على وحوش قويه، وبيقول ان ريو سمع ضوضاء عاليه لما كان في الطريق هنا، عشان كده وصل لهنا، وعشان كده اتسائل لو كان في وحش ضخم. فبيلاقي الساحر استغرب جدا. فريو بيقول انا شكلي فريق مستنيني عشان كده هرجع. بس بيلاقي الساحر بيسحب العصايه بتاعته وبيحوط ريو بالنار، بيقول له اقف مكانك، وبيقول له انه يجاوب على اسئله بصدق. فالساحر بيقول له انت شفت الوحش ده؟ ولو ما جاوبتش. وقبل ما الساحر يكمل كلامه ريو بيمسك العصايه بتاعته، وريو كان شكله غاضب جدا، وريو بيقول له انا مش عارف انت بتعمل كده ليه، بس انا قلت لك ان انا مش عارف حاجه، انا مش عارف انتوا بتعملوا كده ليه، انتوا مش من حقكم تعاملوا اي واحد مستواه منخفض بالطريقه دي. فالساحر بيتوتر شويه وبيقول له انا ما كانش قصدي اعمل كده، وانه كان عاطفي شويه. وبنلاقي واحد بيراقبه من ورا الشجر، وبنكتشف انه الولد ابو شعر ابيض اللي كان في النقابه، صاحب الفريق اللي كان عايز يضم ريو في الاول. وبنلاقيه بيشتم ريو وبيقول له يا حقير يا ابو مستوى 5، وكان اسمه لاود. فبنلاقي لاود بيقول انك اظهرت لونك الحقيقه اخيرا. فريو بيبقى مستغرب. وبنلاقي الساحر بيقول لريو المعصم بتاعي بيوجعني، تقدر تسيب ايدي؟ فبنلاقي لاود بيقول له ايوه الوغد، انت ما كفكش انك زلتني قدام النسوان اللي هناك، انت مش مكفيك انك زلتني قدام الانسه السروري اللي هي انسه الاستقبال، انت كمان عاوز تعبس مع النساء في الفريق بتاعي. فريو بيستغرب بيقول ايه سيده؟ فالساحر بيقول اعتقد انه هنا لك صفه، وان احسن له يتجنب مواجهته. فلاود بيقول له انه مش هيسامحه على الكلام ده. فالساحر بيقول لريو ان وضعيته دي بتدل على انه هيعمل هجوم قوي جدا، وانه لما بيعمل الوضعيه دي بيكون جاد. فلاود بيقول له هسالك لاخر مره اسمك ايه بالكامل قبل ما اقتلك بالسيوف بتاعتي دي. فريو بيلاقيه متجاهله خالص، وبيقول للساحر البس اللبس بتاعك، بيقول له انا نسيت. فلاود بيبقى مستغرب ومتعصب جدا. فبنلاقي في طاقه سحريه كبيره اتفجرت من لاود، بيقول له يا واخد انا هوريك دلوقتي الفرق بين مستوياتنا. وبنلاقيه بيصرخ وبيقول سيوف ايده مهاره القطع المزدوج. وريو بيقول في نفسه انا ما كنتش عاوز الوضع يوصل للمرحله دي، بس بنلاقي لاود بيهجم على ريو، بس ريو بيوطي راسه عشان يعتذر من لاودي، وبنفس الوقت بيتفادى هجمه لاودي، والسيف بتاعه بيخبط حاجات لاودي، وطاقه سحريه كبيره بتنفجر في المكان كله. ده كان موقف مضحك جدا. وبنلاقي ريو قاعد حزين جنب السيف بتاعه، وبنلاقي ان ريو كان قاعد عمال بيحكي كل ده لبيركمان. فبيركمان بيقول له انا سمعت الامر من السيده تيس، اللي حصل ده كله ما كانش خطأ. فريو بيقول له انا عارف، بس انا ما اعتقدش ان لاودي هيسامحني بعد اللي حصل له ده. فبيركمان بيقول له خلينا نستنى نشوف ايه اللي هيحصل. فبنلاقي وين خارجه، وريو بيسالها ايه اللي حصل. فبتاعته بتقول لهم ان حياته مش في خطر عشان ريو جابه هنا بسرعه، لكن الوضع ده مستحيل. فبيركمان بيقول لها الوضع على ما يرام، انت عملت كل اللي في ايدك. فريو بيدخل وبيندى عليه وبيقول له سيد لاود، وكل المتواجدين كانوا صامتين. بس ريو بيقول في نفسه بغض النظر عن المسؤول عن اللي حصل، بس انا عارف كويس القلم ده شكله ازاي، لان القلم ده ما كانش بالحاجه الهينه اللي تقدر تواسيه بيها. وبالليل لاودي قاعد عمال بيتقلب، طلع لاودي يستاهل وخسر الدراجون بولز بتاعته، والدراجون بولز بتاعته قاعده عماله بتوجعه جدا، شكله هيتعلم الادب بعد الحركه دي، مش هيتعامل مع ريو تاني. وفي الصباح التاني السيد اتيس رجع لاودي لمدينه امبر. اتيس ده اللي هو الساحر بتاع لاودي. وبعدها ريو اكتشف الحقيقه، اتيس ده بس هو راجل متخفف شكل امراه، وبيقولوا انه ما لقاش الوحش لسبب الضجه الكبيره دي في الغابه. وبعد مرور 3 شهور كل ريو نسي اللي حصل ده كله، وبنلاقي نفسنا في مشهد قدام خيمه في غابات سار، وبتبقى دي خيمه بيركمان. وبنلاقي بيركمان بيتكلم مع وين، بيقول لها ان لاودي راح يصطاد لوحده في الدانجيون. فريو بيسال امبر هو الموضوع ده بيعتبر امر خطير؟ فامبر بتقول له اكيد، وان الذهاب للدانجيون بالمستوى المنخفض ده يعتبر انتحار. فريو بيقول لها مش السيد لاود مستواه عالي؟ فبترد عليه امبر وبتقول له الكلام ده مش صحيح، وبتقول له انه مستواه عالي بس لانه بيتعامل مع الوحوش الطبيعيه، عشان هو اصطاد كتير منهم، بس عشان كده الموضوع ده ساعده انه يرفع مستواه بشكل كبير، بس هو عمره ما واجه اي وحوش عاليه المستوى، عشان الوحوش العاليه دي بتظهر بشكل قليل. فريو بيلاقيه بيقول لنفسه الموضوع ده شكله منطقي، عشان هو ما شافش اي وحوش عاليه المستوى هنا، وانه بس ما شافش غير ايبر واللورد ديفولت، وان هما بس الوحشين عاليين المستوى هنا. وبنلاقي ريو بيسالها طب ايه الاختلاف بين الوحوش العاديه ووحوش الدانجيون؟ وبتقول له ان الوحوش اللي في الدانجيون مش من العالم ده في الاساس، وبتقول له انهم
انهم ظهروا فجأة بعد خلق الدانجيون من قبل اله الشر. اوقات ممكن يتجاوز الوحش المستوى 30، وان في بعض الاوقات الوحش اللي بيكون مولود حديثا هناك بيكون متجاوز المستوى 30، وانها سمعت انه هناك مستويات اعلى من كده بكتير. فريو بيقول في نفسه وحوش مستواها 30 واكتر، الوحوش دي ممكن ترفع مستوايا، من الافضل ان اروح للدانجيون قبل ما اضيع الفرصه دي. وبالله الفريق بيقول لريو انهم قلقانين جدا بسبب حقيقه ان في شويه اشخاص في العالم ده بيروحوا يصطادوا في الدانجيونز بشكل سري. فريق بيقول في نفسه يخرب بيت الفريق ده، وبيقول في نفسه افتكر انهم قالوا قبل كده ان فحص دخول الدانجيون صارم وان شكله مش هيقدر يروح هناك. فبنلاقي ريو بيسال بيركمان المكان خطر جدا، فايه اللي بيودي السيد لاود هناك؟ فبيركمان بيقول له عشان امل لاود الوحيد للعلاج انه يلاقي الاثار العلاجيه. ريو بيستغرب وبيقول له الاثار العلاجيه؟ كمان بيقول له ايوه، الاثار دي مش موجوده غير في الدانجيون، وانها مش موجوده في العالم ده، وتسمى بالقطع الاثريه، وانها عباره عن عناصر ذات قدرات متعدده. فبنلاقي بيركمان بيقول ان واحد من القطع دي بيقدر يعالج اي حاجه، بيقدر يعالج اي اصابه. عشان كده من المحتمل ان لاودي راح هناك عشان يلاقي القطعه دي ويصلح الدراجون بولز بتاعته. وبنلاقيه في وحوش غريبه بتخرج من الغابه مؤخرا، وانه بيعمل ان ده ما يكونش نذير شو، وراح يطفي النور عشان يناموا. وبنلاقي ريو بيقول في نفسه ان الوحوش دي سواء كانت في الدنجز او اي مكان لازم اروح المكان ده عشان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر ارفع بيها مستوايا. فبنلاقي ريو ساب المخيم بالليل وراح يتمشى في الغابه لوحده. فبيقول ريو على الرغم من انه جه هنا مرات عديده بس الوضع بالليل بيبقى شكله مخيف جدا، وبيأمل انه يلاقي وحش كبير لما يلاقي المكان ده. وبنلاقي ريو بيقول ان ايبر بتعيش قريب من هنا وانه لازم يروح يسالها عن سؤال، وانه في حاجه عاوز يسالها لها. فبيسال نفسه هو منزل ايبر ده كان فين. فبنلاقي وحش غريب جنب ريو كده، فريو والوحش بيفضلوا باصين لبعضهم كده شويه. فريو بيخاف جدا وبيقول ما هذا بحق الجحيم. وبنلاقي الوحش اللي قدامه ده وحش من المستوى 31 وسلالته تاترو، ومن خصائصه انه جسد مدرع لا يتاثر بهجمات السيوف او الهجمات الجسديه، وانه ضعيف ضد الهجوم السحري بس، يعني الهجوم السحري بس هو اللي بيأثر في الوحش ده، وان الوحش ده بيعيش في الدانجيون. فريو بيسأل نفسه ليه في وحش من الدانجيون هنا، ازاي هو مقاوم للهجمات الجسديه؟ فريو بيركز شويه وبيلاقيهم عده وحوش، وطبعا عشان ريو معاه مهاره اللغه اللي هي المهاره الرابعه دي بيقدر يفهم لغه المخلوقات كلها. فبيسمع الوحوش دي بتقول بشري طعام، ويفضلوا يكرروا الكلام ده. فريو بيستغرب بيقول هما بيتكلموا كمان. ففي وحش من الوحوش دي بيقول ساحر، وحش تاني لا بيرد بيقول لا ده شكله مبارز، وبيضحكوا بيقولوا سيف ده مفيش فايده منه. بس ريو بيمسك السيف بتاعه بضربه سريعه بيقوم قاسم وحش منهم نصين. فالوحشين الباقيين بيبقوا مستغربين جدا. فريو بيقول زي ما انا توقعت نفذة الارشاد لسه متعطله. واحد من الوحوش دي بيقول السيف، بيقول اكيد السيف ده تم تشكيله عن طريق السحر. فصاحبه التاني بيقول له لا ده سيف عادي يا غبي، السيف لا تؤذينا. فبيقول له انا مش غبي. بيلاقيه بيندع على اصحابه كلهم وبيقول لهم اقتلوا المبارز ده. فريو بيقول له الجميع؟ انت بتتكلم مع مين؟ وبيلاقي صاحبه جري وهو جري وراه، وبيقولوا ان المكان بره الدنجن خطر جدا وان الوحوش دي عايزه ترجع الدنجن بسرعه. فريو بيقول له انت رايح فين؟ والوحش بيكون خايف جدا، وبنلاقي الوحش نزل تحت شجره وبيحفر بسرعه جدا. فريو بيقول له هاجي معاك. فبيقوم ريو ماسك جذع الشجره ورافع الشجره كلها وبيقول له لقيتك. بيبقى مستغرب جدا بيقول ايه ده، وبنشوف الوحش ده قدامه بوابه وشكلها بوابه انتقال. وبنلاقي واجهه النظام بتقول لريو ان دي بوابه نقل سحري، وواجهه النقل الدانجيونز نزلت سهل ايبن. فريو بيقول هو ده بقى شكل البوابه اللي بتودي للدانجيون. فريو بيقول في نفسه عشان كده كنا بنلاقي وحوش من الدانجيون في الغابه مؤخرا وبتهاجم القرى القريبه. فريو بيسال الوحش بيقول له هو انتم اللي صنعتوا الكلام ده؟ فالوحش بيقول له مش عارف، احنا السحر ما بنقدرش نستخدمه. فريو بيقول له انت مش عارف فعلا؟ فالوحش بيخاف جدا بيقول له فعلا. فريو بيقول له فعلا، وانه كان هيسيبه يمشي لو كان قال له. وريو بيقول له انه لازم يروح عشان يحطمه. فالوحش بيخاف وبيقول له انت ما تقدرش تحطم المكان ده، وانه مش لازم اي حد يدخل لجوه، ده اوامره مطلقه. فريو بيقول هو مش عارف هو مين بس بيقرر يدخل الدنجيون. وريو بيقول للوحش الظاهر انك ما شفتش حاجه، وبيقول للوحش اتاكد ان ما فيش حد يدخل الدنجيون ده، وساعتها ما حدش هيعرف حاجه عن الموضوع ده. وبيقول في نفسه استحاله يسيب فرصه زي دي تضيع منه. فبنلاقي الوحش ده بيبقى مستغرب جدا وبيقول ان ريو على حق، فهيخبي المكان ده وهيسمع كلام ريو ويقول انه مش عارف حاجه. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي شخص غريب بيهجم واحد من الوحوش دي عليه، وبنكتشف انهم جوه الدنجيون. وبنلاقي واحده معاه في الفريق بتكون بتقاتل وحش وبتعاني معاه، وبنعرف ان اسمها اليسا. فبيقول لها اليسا اصمدي هجيلك حالا. وبنلاقيه بيبعد مخلب الوحش بعيد وبيقول له ابتعد، وبيديه ركله قويه بيحدفه بيها بعيد. بيقول زي ما انا توقعت الهجمات الجسديه مش بتاثر بيه خالص، وان الهجوم بالفاس مش بيعمل عليه، وان مفيش حل غير السحر في الموقف ده. وبنلاقي واحد من الوحوش دي بيطعن صاحبته اليسا وبترمي تعويذه
تعويذه على الواحد، واسم التعويذه هو ميد الضوء، وصاحبها بيتاثر بسبب التعويذه دي وما بيقدرش يشوف غير من جنب واحد بس، وان بالمعدل ده مش هيقدر يكمل. بينده على واحد وبيقول له اسرع واستخدم سحر الشفاء، فبينده عليه تاني بس محدش بيرد، وبنكتشف ان الشخص ده واحد من الوحوش قتله، وبيبقى الوضع سيء جدا وبيطلبوا النجده، والوحش اللي هاجم على الساحره بيكون غاضب جدا وعاوز يقتلها، وبيكون بيطلبوا المساعده تاني، وبتكون حالتهم مزريه جدا، وبيعلوا صوتهم وبيندهوا على اي حد عشان يساعدهم، وبيقولوا انقذونا، بس في وحش بيكون ورا المقاتل ده وخلاص هيهجم عليه. وبنلاقي في المشهد ده دم بيطلع من ظهر المحارب، وفي المشهد اللي بعده بنكتشف ان الوحوش كلها راسها كلها طارت، فبنشوف الساحره مصدومه والمقاتل مصدوم هو كمان، والمقاتل بيقول ازاي اتقطعت رقبتهم بالسهوله دي، رقبتهم كانت قاسيه جدا في كل مره كنت بحاول اضربهم فيها، وان الوحوش دي عشان تحمي رقبتها كمان فكده بتبقى حمايه مضاعفه، وان جزء الرقبه صغير جدا ومتغطي بالحراشف كويس، والوصول ليه صعب جدا، بس الراجل ده عمل هجوم خادع خلى الوحش ده ينزل مخالبه عشان يقطع دماغه، وعمل هجوم مزدوج، وبنكتشف ان الشخص ده لاودي، فلاودي بيقول في الوحوش دي انك تستخدم سيف مزدوج، بيقول لهم انتم من نقابه صيادي امبر اليس كذلك؟ فكلهم بيتعرفوا عليه وبيقولوا السيد لاود، فلاود بيقول لهم انت تعرفني؟ بس سيف بيقول له طبعا انا سمعت انك بدات تستكشف الدانجيون بنفسك من بضعه شهور وان ده شيء مذهل حقا. فلاود بيقول له انا ما اعتقدش كده. فلاود بيفتكر الحادثه اللي حصلت مع ريو بعد ما ريو بوظ له كرات الدراجون بول بتاعته، وان بعد الحادثه دي ب70 يوم مش فاكر حاجه غير انه كان بيشرب في النقابه وانه كتر في الشرب، ولما صحي لقى نفسه في الدانجيون ومش فاكر هو جه هنا ازاي ومش عارف يخرج من هنا اساسا، وانه مش لاقي اي حد يدل على طريق الخروج. فبيلاقي سيف بيقول له انت ليه جيت لوحدك للدنجن ده؟ فبيلاقي لاودي مبسوط جدا لدرجه انه هيعيط، بيقول في نفسه اخيرا هقدر اخرج. فبيلاقي الساحره بتقول له انا سمعت انك كنت بتبحث عن الاسرار العلاجيه. لاودي بيقول لها اسرار علاجيه؟ فلاودي بيبص على الاصابه بتاعتها، فبتقول له مفيش مشكله انا قدرت اوقف النزيف ده بطريقه ما. فبيلاقي لاودي يطلع جرعه من معاه، فبيلاقي سيف بيقول له اصبر ده احنا كمان معانا جرعه، وبيقول ان الجرعه دي غاليه فعلا ومن الصعب الحصول عليها. وبيلاقي الساحره دي بتقول له انت هتديني الجرعه بس عشان انا فتاه؟ فلاودي بيقول لها اكيد لا. فبتقول له انت ليه بتديني العلاج غالي الثمن ده؟ فلاودي بيقول لها عشان العلاج ده عديم الفائده ضد جروحي، وبيقول في نفسه انه هيكون الخروج من هنا صعب جدا لو هم اتصابوا. فالساحره بتقول له انا هدفع لك دينك ده لما نخرج من الدنجيون. فلاودي بيقول لها كويس. فلاودي بيقول لهم يلا نخرج من هنا، هيكون من الصعب عليكم استكشاف الدنجيون بالاصابات دي كلها. فالساحره دي بتقول له انت هتسيب كل حاجه كنت بتعملها هنا عشان تخرجنا احنا بس؟ فبتقول له احنا كمان صيادين ما تبصلناش باستصغار. وبنلاقي المقاتل بيقول له سيد لاود، فلاود بيقول لهم ما تهتموش الامر ده مش بالامر الكبير. وبنلاقيه بيكلم نفسه وبيقول لهم خلونا بس نفكر في طريقه للخروج من هنا بسرعه. وبنلاقيه بيقول في نفسه انه جعان جدا وانه بيعاني من التهاب القولون العصبي، مش هيقدر يظبط هنا فتره اطول. المقاتل بيقول له على الرغم من انه عنده اصابات ما ينفعش تتعالج بالجرعات العاليه بيعمل كل اللي في وسعه عشان يخرجنا من هنا. انا عمري ما شفت حاجه زي كده في حياتي. بس لو المقاتل ده يعرف الحقيقه. وبعدين بتحصل هزه كبيره في المكان كله وكلهم بيبقوا مستغربين جدا ويقولوا هي دي هزه ارضيه؟ فالساحره بتقول له لا الدنجن بعد مختلف ما بيحصلش فيه هزات ارضيه. والفارس ده بيستغرب يقول له هو ده صوت وحش؟ وفضلوا مستغربين جدا. فالساحره بتخاف على لاودي بتقول له انت ما سمعتش كل ده، انت تعمل ده كله لوحدك ازاي؟ فبيقول لهم اسرعوا وعاوزهم يغادروا بسرعه. فالفارس بيمسك الساحره دي وبيجري بيها. الساحره بتقول له انت بتعمل ايه؟ فالفارس بيقول لها احنا مجرد عيب على السيد لاود وما نقدرش نهدر التضحيه بتاعته دي. ولاود بيقول في نفسه انا حتى ما اقدرش اروح معاهم يخرب بيت حظي، بس بيحاول يبص للجانب المشري وبيقول انا كنت في الدنجيون ده من فتره عشان كده مستواي ارتفع شويه. ويقول في نفسه انه مفيش مشكله لو واجه شويه من الوحوش دي تاني، بس الوحوش بتطلع بكميه كبيره جدا فلاودي ما بيبقاش قدامه مفارق غير انه يهرب. بس بالله ان الوحوش دي قاعده عماله بتهرب من حاجه اكبر وكلهم بيقولوا لنفسهم يهربوا وان المكان خطر جدا. فلاودي بيبقى مستغرب جدا وبيقول في نفسه هو مين اللي بيجري وما بيبقاش فاهم اي حاجه. وبنشوف في مشهد تاني جنب تاني من الدنجيون الوحوش كلها ميته ومرميه وباقي الوحوش قاعده عماله بتجري وبنلاقي الوحوش كلها في دوامه كبيره. وبنكتشف ان سبب الكلام ده كله صاحبنا ريو. بس بنلاقي ريو مش مبسوط وبيقول هم قالوا ان الدنجيون مليان وحوش في مستوى عالي بس هو ما لقاش ولا واحد منهم، هو ما بياخدش اي نقاط خبره. وبيقول انه ما يقدرش يستخدم سيف عشان بالطريقه دي هيكسر المكان كله، وانه زهق من وجوده في فريق بيركمان عشان الفريق ده بيكبح قوته. وبنلاقي وحش كده لونه ذهبي. الوحوش التانيه بتقول للوحش ده ان المخلوق الغريب ده جاي، وبيكون الوحش الاصفر ده تقريبا الملك بتاعهم. وبنلاقيه بيتعصب وبيقول ايها الرجل الوحش لن نسمح لك بالتقدم بعد الان في هذا المكان ملكنا. وقبل ما يكمل كلامه بنلاقي ريو قطعه نصين وهو بيزعق بيقول ادوني خبره بقى، انا ما طلبتش حاجه غير شويه خبره. فريو بيقول مبقاش قادر يشوف اي مخلوق في المكان ده دلوقتي عشان كلهم هربوا زي ما احنا شفنا. بس بيبص كده بيلاقي حاجات غريبه مرميه على الارض وبيقول مستحيل دي قطع اثريه، والقطع الاثريه دي بيكون اسمها صور كره النار، ودي
قطعه مجوهرات سحريه بيشك، بيقول الكلام ده شكله مش منطقي، المفروض يحطوا وحش قوي يحرس القطعه الاثريه دي. فبنلاقي وراه كده راس ملك الوحوش من المستوى 40، وري بيكون قتله من غير ما ياخد باله اساسا. فصفعه النظام بتظهر له، فالنظام بيقول له ان سوار كره النار ده بيكون باطلاق كره ناريه، بعد ما المرتدي بتاع السوار ده بيقول الكره الناريه، وعدد الطلقات المتاحه في السوار ده 30 مره، وعدد الطلقات المتاحه في السوار ده 30 طلقه. فريو بيلبسه بيكون مبسوط جدا، وبيقول كره ناريه هتخرج من ايده، وبيقول لو الكلام ده صح هيبقى الموضوع ده كويس جدا ومفيد. فبنلاقيه قاعد عمال بيجرب السوار بتاعه، بيقول الكره الناريه بصوت عالي جدا. وبيخلص الجزء بتاعنا لحد هنا، وبنلاقي نفسنا في مشهد تاني، وبنعرف ليه الوحوش دي عددها غير محدود وبتخرج من الدنجنز بعدد كبير جدا، وان الموضوع ده اكتشفوا صيادين دخلوا هنا قبل كده للدنجن، وان الصيادين دول اكتشفوا حاجه مثيره للدهشه، وان وحوش الدنجن دي مش بتتكسر، وان بيتم انتاجهم من مكان ما، وان القوه السحريه اللي بتنتج العدد الكبير ده من الوحوش هي جوهره سحريه موجوده في نص الدنجن. وبنلاقي ريو تحت المكان ده، وتقريبا الجوهره السحريه اللي بتبقى في نص الدنجن هي الصور اللي لبسه ريو. وبنرجع للمشهد بتاعنا تاني، ريو بيكون لابس الصور وبيحاول يجربه، بعد ما ريو قال بصوت عالي كرة النار عشان يفعل القدرة من الصور بتاعه، بس ما بيحصلش حاجة للأسف. فبيقول هو الصور ده مكسور، في حاجة غلط. بس بيبص للصور وبيقول ان القدرة دي متاحة في المستوى 31، وبنكتشف ان القطع الأثرية دي بيكون عليها قيود متعلقة بالمستوى، بس صاحبنا بيكون بالمستوى 5 وبيقلع الصور للأسف، وبيقول ان الحاجة دي كمامة. وبنعرف ان الآثار دي بتبقى بمثابة وسام شرف للصياد، بالإضافة ان ممكن تتباع بسعر عالي جدا. فاري بيفكر هل هو يبيعها، وانه كان عاوز نقاط خبرة مش مجرد نفاية. وبيقول في نفسه ده هيبقى الموضوع غريب جدا ومثير للشكوك لو واحد مستواه 5 بيبيع القطع الأثرية دي. وبيقول ان الامر دايما متعلق بالمستوى، فبتحصل هزة في الغرفة، وصاحبنا ريو بيقول هي الغرفة بتتحرك ولا ايه، بس في باب غريب بيتفتح قدام ريو. فريو بيقول في نفسه دي اكيد غرفة الزعيم. وبنكتشف ان ريو وصل لمركز الدنجن، وبيلاقي ان مفيش اي حاجة، وبيسأل نفسه الوحوش راحت فين وسايبين مكان زي ده من غير حماية ازاي. وبيقول ان راح ياخد قلب الدنجن، وفاريو بيقول لو خد ده بعيد تقريبا الدنجن هيختفي. فاريو هو قاعد عمال بيستفزهم كده، في حاجة بتلف حوالين ايده بسرعة. فريو بيستغرب جدا، وبنلاقي الحاجة دي بتقول لريو انت اخيرا هنا. وبنعرف ان ده زعيم الدنجن واسمه زعيم المجسات من مستوى 45. فريو بيقول المستوى 45 الوحش ده عنده خبرة كبيرة، واكيد كده هيرفع مستواه شوية، وان ده مش وقت استرخاء خالص، فايدي ورجلي متأيدين، واني لو هجمت بطريقة غلط. وبيقاطع تفكيره واحد بيفتح الباب ده، وبنكتشف انه لاودي، وبيكون فخور جدا بنفسه وبيفكر نفسه هرب من الدنجن. فريو بيكون مستغرب جدا، ولاودي بيكون مستغرب اكتر منه، وبيقول مش ده واخد المستوى 5. فريو بيفتكر الموقف، وبيقول انه ما يقدرش يخترع الاعذار دلوقتي، لان ريو كان السبب في انه يخسر كرات الدراجون بول بتاعته. فلاودي بيقول الكلام ده مضحك جدا. فبنلاقي لاودي بيبص لزعيم الدنجن، وبيفكر الزعيم بيستخدم قوة التشكيل عشان يشكل قدامه مظهر ريو عشان هو يخاف. وبنكتشف ان لاودي بقى يخاف من ريو بعد اخر موقف، بعد ما خسر الدراجون بولز. وبيقول ان الحركة دي مش هتنفع ضدي، لانه واخد المستوى 5 استحالة يوصل لهنا. فريو بيمشي معاه في تفكيره، بيقول انت ازاي قدرت تكتشف الحقيقة. فلاودي بيهجم على ريو وبيقول له موت يا كمامة الدنجن. بس زعيم الدنجن بيبص له، والمجس بيقرب من لاودي، بس صاحبنا ريو بيمسك المجس بسرعة، بس لاودي بيهجم على ريو هجمة مش منطقية شوية، وبيكون مستهدف كرات دراجون بول ريو. فريو بيخاف وبيقوم ناطط فوق بسرعة. فريو بيقول ده كان خطر جدا، ده انا لو ما اتجنبتهاش كان البنطلون بتاعي اتقطع، وكان ممكن اتصاب شوية اصابات مش كويسة. فريو بيقول في نفسه مش الزعيم ده كانه ضعيف شوية، والزعيم بيكون قاعد عمال بيعيط. فلاودي بيهجم على ريو، وبنلاقي الزعيم قاعد عمال بيعيط من الضربة اللي خدها. فلاودي بيكون متعصب جدا من ريو، وبيقول له بسببك انا خسرت كل حاجة. وريو بيكون قاعد عمال بيتصدى لهجماته كلها. فريو بيقول في نفسه انت مفكر ان انا مزيف، انت بتفقد عقلك ولا ايه؟ بيقول له انت شيطان، انت اللي خليتني اوصل للحالة دي، كان عندك علاقة مع اتيس. فريو بيقول له لا، ولاودي بيقول له موت يا بشري. وبنلاقي شكل لاودي اتغير، وبنكتشف ان شكله اتغير لان الوحش لف مجساته حوالين لاودي كان بيتخنق. بس بنكتشف ان الوحش قاعد عمال بيتحكم بلاودي، وبيقول لريو انت ازاي تتجرأ انك تلعب بيها زي الكوره. فالوحش بيقول له انت استحاله تهاجم الراجل ده ابدا، وانه رفيقه او شيء من هذا القبيل. بيقول ان ده رفيقك اللي انت بتهتم لامره. فريو بيقول له خد الراجل ده انا مش عاوزه، انت بس اديني شويه نقاط الخبره بتوعي. فالوحش بيتصدم جدا، بس الزعيم ده بيقول حاول انه يخلي الدنجن ده مكان معتدل على قد ما يقدر، وبيقول انه هيحول الانسان ده اللي هو لاودي زعيم ذو مستوى عالي، وهيخليه يقتل كل البشر اللي هيدخلوا المكان ده، وبعدها الزعيم هياكلهم كلهم احياء. فالزعيم بيبص لريو وبيقول اكيد انت هتبقى اول وجبه ليا. فالزعيم بيخلي لاودي يهجم على ريو، وبيخلص
خلص الفصل التاسع. وبنكتشف معلومات زياده عن زعيم الدنجن ده، ان هو ما عندوش اي هجوم مدمر، بس هو بيستعمل ذكائه الحاد في فهم طبيعه البشر، وانه بيستخدم علم النفس على البشر، وعشان كده هو بياخد البشر اللي بيجوا الدنجنز كرهائن، وبعدها بيزرع طفيلياته جوه جسمهم، وده اللي حصل للاودي بالظبط. وفي طفيلياته دي بيتحولهم لوحوش قويه جدا. فبنلاقي الزعيم الدنجن ده بيقول له انت مهما كنت قوي هتفضل بشري، وبيخلي لاودي يهجم عليه تاني. بس بنكتشف ان وحش الدنجن ده خد باله ان ريو ضرب بسيفه، بس مش عارف امتى، وبيقول ليه منظر الدنجن كانه اتقسم، وبنلاقي ان ريو قطع المجس بتاع الزعيم، ولاودي اتحدف بعيد. فريو بيسال نفسه ايه اللي قاعد عمال بيحصل هنا، ما بيكونش فاهم حاجه، وبيبقى محبط جدا، وبيقول هي دي قوه المستوى 45. وبيكون ريو قسم الزعيم نصين، فالزعيم ده بيقول ده شنيع حقا، وانه سبب كل ده بواسطه ضغط الرياح من حركه السيف بتاعه بس. فريو بيقول في نفسه الدليل ما ظهرلوش، ولا في اي نقاط خبره زادت عنده، فبيقول في نفسه ده الزعيم بتاع الدنجن ده شكله مستوى منخفض. فالزعيم بيقول المخلوق ده اكيد مش بشري، وبيقول مفيش فايده يسيب البوابه مفتوحه عشان في وحش موجود زي ده. فالزعيم بيقول ان الدنجن هيختفي لو خد جوهره القلب، والوحش ده بيكون خرج في هيئه صغيره كده عشان يعمل حاجه مريبه، بس ريو بيلاحظه وبيقوم ضربه بصباعه وموته. فريو بيقول هي دي كانت حشره ولا ايه، بيقول انه لازم يرجع. وبعدها ريو بيكون مصدوم شويه، وبيقول ايه ده، وبيقول 545 بليون، وانا صراحه مبقاش فاهم قصده على ايه. وبيخلص المشهد ده وبنروح للمشهد التاني، وبنلاقي خيمه بيركمان، وبنلاقي بيركمان قاعد عمال يستعرض عضلاته، وبنلاقي وين خارجه من الخيمه، وبتساله اذا شاف ريو ولا لا. فبيركمان بيقول لها ان ريو ما كانش هنا لما صحي. فوين بتقول لهم اسلحته كمان مش موجوده، خاف جدا، وبتقول هل ممكن انه يكون راح للغابه تاني. فبنلاقي ريو وراها وبيكون ماسك وحش غريب كده. فوين بتكون غاضبه جدا وبتقول له انا قلقت بسببك، ما تختفيش تاني من غير ما تقول حاجه. فريو بيعتذر، فبتساله ايه اللي حصل. فريو بيقول لها ما حصلش حاجه مهمه، ما حصلش اي حاجه مهمه. فبنلاقي من عده دقائق اللي هو في المشهد اللي احنا ما كناش فاهمين منه حاجه، وبنلاقي ريو مستغرب جدا وبيقول 110,000. وبنلاقي نفذ النظام ظهرت قدامه، وبتقول له انه بي هولدر المستوى 45 تم القضاء عليه، ان هو الزعيم بتاع الدنجيون، ومكافاه اللاعب 113,000 نقطه خبره. وريو بيقول انه حصل على 258 نقطه خبره من الكلاب الشيطانيه بس، ووقتها احتاج ل 1100 نقطه خبره عشان بس يزيد من المستوى الرابع للخامس. وبيقول عشان يقدر يزيد من المستوى الخامس للسادس يحتاج مثلا 2200 نقطه خبره، وبما انه حصل على 113,000 نقطه خبره، يا ترى مستواه هيرتفع قد ايه. وبنلاقي النظام بيقول له ان نقط الخبره المطلوبه للوصول لمستوى 6 54 مليار نقطه خبره. فصاحبنا بيبقى مصدوم جدا، وبتبقى تعابير الصدمه على وشه، وبيحاول يخرج من المغاره، وبيوصل للبوابه اللي بيخرج بيها ولسه تعابير الصدمه على وشه، وبيطلع من المغاره ويبقى ماسك الوحش وهو مصدوم، وبيكون مصدوم طول اليوم، لان بصراحه 54 مليار نقطه خبره رقم مستحيل جدا. ففريو بيفضل متسائل كده، وبيقول ايه اللي حصل للواد ده، شكله غريب جدا. فريق بيبقى مصدوم وبيودع المستويات الاعلى. في الاسبوع اللي بعده بعد اللي حصل ده كله، فريق بيركمان بيستمر في البحث عن الوحوش، وريو بيقولوا انه ما لقاش اي وحش بره الغابه. وبعد كده الفريق رجع لمدينه امبر، وانهم رجعوا قبل الموعد. فبنلاقي العجوز ده اللي بيوصلهم بيقول لهم انا معايا صيادين نقابه امبر. فالفارس بيطلب تصريح مرور، وبيقول له انه مش هيقدر يدخل من غير تصريح. فالجدي ده بيتعصب جدا، وبيقول له انت بتقول لي انا ما اقدرش اعدي، انا بعمل الكلام ده قبل ما انت تتولد حتى. فالفارس بيقول له دي تعليمات جديده. فريق بيقول لهم هو احنا مش ممكن ندخل بعلامه النقابه بس. فبيقولوا له ده كلام صحيح. فبيركمان بيقول للفارس، بيقول له احنا كنا بره من 3 شهور بس، ايه اللي حصل للمدينه. فالفارس بيقدر يتعرف عليه وبيقول له بيركمان، وبيقول له العم بيركمان، وبيطلع الفارس يعرف بيركمان، وبنعرف ان اسم الفارس ده بريمان، وبيقدروا يتعرفوا على بعض. فبيركمان بيساله ايه اللي بيحصل في المدينه دلوقتي، وبنكتشف ان بيركمان يبقى عمه، وبيقول له يا عم انت ما سمعتش اي حاجه. وبيقول نقابه الصيادين اصدرت امر عاجل بانهم يرجعوا كل الصيادين في خارج المدينه بشكل طارئ، وان دانجيون سهل ايفن قد تم اغلاقه. فريب بيبقى مستغرب جدا ويقول ليه الجو اتحول كده، هو مش حاجه كويسه ان الدانجيون يختفي. وري بيقول في نفسه هو كان قادر يخرج من الدانجيون لانه ما خدش القلب بتاع الدانجيون اساسا، وده معناه ان واحد غيره خد قلب الدانجيون. فريو بيسالهم مين اللي قفل الدانجيون، فبيقول له مش عارف، بس تقريبا اللي قفل الدانجيون واحد من الإيرسلينج. وبالنسبه للصيادين اغلاق الدانجيون شرف عظيم، وانه بيعتقد ان الإيرسلينج لوحدهم هم اللي يقفلوا الدانجيون. بس صاحبتهم دي بتقول ان المشكله مش في الإيرسلينج بس بل في المحققين، وبنعرف ان المحققين دول اشخاص بيتم ارسالهم من الطوائف عشان يطاردوا الإيرسلينج عشان يعدموهم. كان المحققين دول ما بيقدروش يميزوا بين الاشخاص العاديين والإيرسلينج، فاللي بيلاقوه بياخدوه وبيعرضوه لتعذيب شديد جدا، وان الحاجه اللي بتميزهم انهم بياخدوا اشخاص اعلى من المستوى 20. ده حاجه مثيره
يعني غريبة شوية. فريق بيبقى مستغرب من المعايير السخيفة بتاعتهم. فالساحر بتاع الفريق ده بيقول لهم ان بيركمان وامبر فوق المستوى 20، عشان كده معظم الصيادين بيغادروا من هنا. فريق بيقول في نفسه زي ما انا توقعت فعلا الريسلينج مش مرحب بيهم خالص. فبيركمان بيقول لهم يلا نكمل طريقنا، مفيش حاجة مؤكدة لسه، عشان كده خلونا ننهي عملنا. وبيلاقيه ماسك الاحجار السحرية اللي هو جمعها، وبيقول هيستبدل الاحجار السحرية دي كلها في النقابة، وده هيبيعوا عروض الوحوش اللي جمعوها في حقيبة ايريك، وده هيعملوا احتفال بانجاز ايريك الاول. بيكون بيركمان رايح للنقابة عشان يقيد الاحجار دي مقابل الفلوس، وبعدين بيركمان بيكون رايح للنقابة عشان يبدل الاحجار السحر دي مقابل المال. بيركمان بيقول للامبر انها تروح مع ايريك لشركة بلتان، بس ايريك اللي هو ريو بيقول لهم انا عارف مكان شركة بلتان عشان كده هيروح لوحده، وبيقول لهم انهم يقدروا يروحوا للنقابة. وبنلاقي ريو راح بسرعة، وبنلاقي امبر بتحاول توقف ايريك عشان تقول له على السعر، بس بيركمان بيوقفها وبيقول لها انت مش محتاجة تقولي له. وبنلاقي ريو هو راح يبيع الحاجة دي، صاحب المحل بيقول له انه مش هيشتري حاجة بسبب الوضع الغريب اللي قاعد عمال بيحصل، وانه عارف ان بيركمان زبون منتظم. وبيقول ان المدينة كانت مزدهرة لما الدنجن كان موجود، بس دلوقتي في محققين موجودين في المكان، في ايرسلينج ومفيش دنجن. وبرايك مين اللي هيعوز يبقى في المكان ده؟ هبيع الحاجات اللي انا هشتريها منك دي لمين؟ أثناء ما ريو كان بيتفاوض مع التاجر عشان يبيع الحاجات اللي أخدوها من الوحوش، كان بيحاول في نفس الوقت يعرف اسم ومستوى المحقق اللي قدامه عن طريق شاشة النظام. لكن أول ما بصله لقى المحقق واقف في وشه مباشرة. مش عارف تشوف مستوايا؟ ويسأله كذا سؤال ورا بعض عشان يربكه. ريو يرد بهدوء أنا مجرد شخص يتيم اخترت أبقى صياد من فترة. المحقق يشك فيه لحظة، لكن لما يشوف مستواه في المستوى الخامس يسيبه يمشي. ريو يكمل بيع مع التاجر، لكن فجأة يطلع القطعة الأثرية بالغلط. يحاول يلحقها لكنها تقع في إيد المحقق. إزاي تفسر وجود القطعة دي معاك لو أنت فعلا مستوى خامس؟ ويبدأ يحكي قصة عن صياد من 15 سنة كان مع فريقه بيواجهوا وحوش. فجأة قال لهم لازم ينسحبوا. الوحش ده في مستوى 80، لكن محدش صدقه، فاعترف لهم انه من الارضيين وانهم يقدروا يشوفوا المستويات، وقرر يقاتل لوحده عشان فريقه يهرب. المحقق يقرب منه ويقول له بهدوء تتوقع مين اللي مات، الارضي ولا أهل القرية؟ واحد من الفريق كان بلغ عنه، وبسبب كده اتقتلت أسرته، ولما رجع ولقى عيلته ماتت قتل كل أهل القرية وهرب. لو بتخبي حد من فريقك قول أسمائهم وأنا هخلص عليهم. ريو كان خلاص هيضربه، لكن فجأة يدخل آتس يوقفه ويقول إنه هو صاحب القطعة الأثرية، ويطلع بطاقة هويته. أنا من عائلة بنستير، عائلة صائدي التنين. المحقق يقتنع ويسيبهم يمشوا، لكن قبل ما يمشوا يوقفهم تاني. القطعة الأثرية قدراتها ايه؟ واحد يقول نار والتاني يقول كهرباء. هنا المحقق يشك فورا، انتوا هتيجوا معايا. في اللحظة دي ريو بيفتكر فريقه، بيفتكر ازاي عملوه كويس من اول لحظة، وازاي طبخوا وحضروا الاكل عشانه، وكان حاسس معاهم كأنهم اسرته. فجأة ريو بيقرب من المحقق اللي كان حاوطهم باستخدام مهارة الرياح الشافية، او بمعنى ادق كان هيقطعهم والرياح تشفيهم ويكمل يعذب فيهم. لكن قبل ما يعمل اي حاجة المحقق بيقرب منه ويقول له لو عرفت مين اللي انهى مغارة الوحوش هسيبكم تمشوا صح؟ ريو يرد اكيد، انت فاكرنا ما ورناش شغلانه ولا ايه؟ ريو كان خلاص هيقول ان هو اللي هزم الوحوش، لكن فجأة يدخل لاود وهو مبسوط جدا ومفكر انه عمل انجاز كبير بانهاء المغارة. المحقق يبصله ويقول هتورينا بقى في المعتقل، ويمسكوه ويصادروا القطعة الأثرية، والمحقق يكتب لريو شيك بثمنها. وهنا ريو يقول لآتس انا عاوز اطلب منك خدمة. وفي مكان تاني فريق بروكمان افلسوا بسبب اللي حصل مع المحققين، وحتى النقابة اعلنت افلاسها، فقرروا يعملوا حفلة وداع. وفي اللحظة دي الباب يتفتح، يدخل آتس شايل شنطة ريو. الشنطة تقيلة جدا لدرجة انها كانت هتقع عليه من تقلها. بيساعدوه فريق بروكمان في انه يشيل الشنطة. بيسألوا بروكمان ايه اللي خلاك تشيل حقيبة ريو، فيقولهم هو اللي طلب مني اعمل كده. وبيتفاجئوا ان الشنطة كلها اكياس فلوس، وبيطلع انه ريو خاف من كلام المحقق، خصوصا لما وراه شارة الارضيين، وكان قال له قبل كده انا عارف انك في المستوى الخامس، بس لو طلعت من الارضيين انت عارف يحصل ايه لزمايلك كلهم. وبسبب كده ريو ساب فريقه عشان ما يتسببش في مقتلهم. فريق بروكمان يشكروا آتس ويقولوا له لو قابلت ريو قول له اننا هنرحب بيه في اي وقت. وعند ريو بيكون قابل مجموعة من قطاع الطرق، وفي الحقيقة هو ما عملش ليهم حاجة، هم اللي ضربوه وايديهم وجعتهم من الموضوع. قائدهم يقول هو الكلام ده حقيقي؟ ريو يرد خايف تجرب ولا ايه؟ برجولة. فيهجم عليه لكن ايده بتوجعه فعلا. وخلال ما قطاع الطرق بيفكروا هيعملوا فيه ايه، فجأة يظهر
قائدهم الحقيقي، راجل عجوز شكله هادي بس مريب. يبص لريو ويقول انت شكلك من الجبل الصخري، يقصد المكان اللي ريو كان محبوس فيه أكتر من 20 سنة بيحارب مجموعة من الكلاب. ريو يتفاجئ ويقول له انت عرفت المكان ده منين؟ وبعد 6 أشهر منشوف قطاع الطرق الأشرار واقفين قدام عائلة أحد الصيادين. الصياد بيحاول يحمي أسرته لكن من غير فايدة، وبيقولوا له وسع للمطرطة. وفجأة بيظهر ريو، شكله اتغير وتحسه خلاص بقى شرير، وفعلا بيكسر بيته. لكن في الآخر يطلع مجرد سوء فهم، انهم بيكسروا بيوت الناس القديمة وبيعيدوا بنائها تاني بشكل أفضل وببلاش. الصياد يعتذر انه فهمهم غلط وبيعزم عليهم يتغدوا معاه هو وعيلته، لكن ريو بيرفض وبيتضايق من كلام الناس عنه وانهم بيقولوا عليه غريب. وفجأة يفتكر كلام المحطط وبيتعصب جدا لدرجة انه كان هيضرب العيل الصغير، لكن في آخر لحظة بيتمالك أعصابه وبيرجع للراجل العجوز. ريو بيبص للراجل العجوز ويقول له أنا استحملت استغلالك ليا 6 شهور، وكل ده عشان أعرف أنت عرفت الجبل الصخري منين. الراجل العجوز يرد بهدوء ويقول له أنه كان بيحاول يحميه، وأن حتى لو هو من عالم تاني طول ما هو عايش بشكل طبيعي وبعيد تماما عن الصيد والوحوش محدش هيعرف حقيقته وهيقدر يعيش حياته عادي من غير مشاكل. وفجأة بيدخل أتيس ويقول أنه كان بيدور على ريو لفترة طويلة، لكن ريو يرد ببرود أنه مش عاوز يكلمه. الراجل العجوز يتدخل ويقول ريو ما بقاش صياد، هو دلوقتي معانا في نقابة المهندسين، لو ما عندكش حاجة تقولها امشي من هنا. لكن أتيس يرد بسرعة ويحكي اللي حصل، أنا كنت عريان وقتها وهو أنقذني، وبعدها اداني شنطة كلها فلوس واختفى. الراجل العجوز يفهم الموضوع غلط ويفتكر ان أتيس له علاقة بيه، فيقوم يرميه من الشباك ويقول له بنات الناس مش لعبة يا واد، ويطرده من نقابة المهندسين. بعد كده أتيس يطلب من ريو يساعده في جمع عينات من غابة سارت، وريو يوافق ويروح معاه. وفي الغابة ريو بيحاول يتصرف بشكل طبيعي، لكن فجأة وحش يهجم عليه ويعض ايده. أتيس يتدخل فورا يقتل الوحش ويعالجه ويكملوا استكشاف الغابة، لكن أتيس يبدأ يولع في كل حاجة قدامه بالسحر الناري. ريو يوقفه ويقول له بلاش تستعمل السحر ده تاني. أتيس يشرح له ان السحرة مختلفين عن الصيادين، وان قوتهم بتزيد لما بيعملوا أبحاث عن السحر، وان عادي يقعد في البيت ويعمل أبحاث وقوته تزيد. ريو يرد باستغراب يا راجل هو في صياد تنانين بيشتغل من البيت؟ أتيس يرد ما انت عارف التنانين انقرضت خلاص. ريو يستغرب ويقول له ازاي؟ انا قابلت ويفرن وكانت بتتكلم. أتيس يضحك ويفتكر انه بيهزر. أتيس يسأله انت مش عاوز ترجع صياد تاني؟ ويبدأ يشك ان ريو مخبي اسرار كتير. ريو يرد عليه وهو في ساحر بيستعمل السحر من غير ما يتكلم، ويبدأ يشك فيه هو كمان، والاتنين يقفوا قدام بعض ولسه هيبدأوا يتقابلوا. أتيس بيهجم على ريو بالعصاية السحرية، لكن في الحقيقة كان بيستهدف الوحش اللي وراه ويقول له أنا حرقت رئته وهيتخنق ويموت دلوقتي، وده عشان ما يصرخش ويجيب زمايله. ريو يستغرب ويقول إن أتيس شكله شخص كل اهتمامه الأبحاث ومش بيفهم في القتالات. ويقرأ ريو إحصائيات الوحش عن طريق شاشة النظام ويلاقي إنه وحش جاي من الدنجن، وده معناه إن الوحوش بدأت تتسرب وتخرج من الدنجن ويوصلوا لبلدة كلها وحوش، وشكل الوحوش خلصت على السكان كلهم. ويلاحظوا شخص متعلق وأتيس كان هيروح ينقذه، لكن ريو يقول له استنى ممكن يكون ميت وده مجرد فخ. أتيس يستعمل حاجة زي بندقية سحرية بيضرب بيها حجر متفرقة ويجري عشان يساعد الشخص، لكن في الحقيقة ريو شايف ان الشخص ده ميت عشان مكتوب قدامه على شاشة النظام. وبعدها يلاقوا بوابة نقل زي المرة اللي فاتت، وده معناه ان الوحوش كانت بتوصل لهنا من خلال بوابة. ريو يفتكر ان اللي فتح البوابة وحش ضعيف من نوع التاتيرو، لكن أتيس يصححه بوابة نقل بالمدى البعيد ما يقدرش يعملها غير ساحر في مستوى 60، وفجأة يظهر قدامهم ليتش. والليتش ده بيكون في المستوى 72 وبيقول لهم الليتش هو انت بقى اللي حرقت المكان؟ ومين اللي جنبك ده؟ فبيستغرب ريو ازاي هو عارف انهم 2 وهو مش شايفهم. فبيقول له أتيس انه فقد حواسه ال5 لما تحول لغير ميت، بس بيقدر يستشعرهم عن طريق طاقتهم السحرية او المانا يعني. وبيقول له أتيس دي اللحظة اللي لازم تهرب فيها لان طاقتك السحرية ضعيفة فمش هيحس بيك. ولكن الليتش بيهجم على ريو وبيقول له انا لما اسأل سؤال تجاوب، وبعدين انا بشوف عادي.
وبيكون ريو مش عاوز يسيب أتيس عشان عارف انه مش اقوى من الليتش. وبنعرف ان الليتش اخذ العيون دي من 2 متجوزين بعد ما قتلهم، وبيكون أتيس مش عارف يصوب عليه عشان المانا بتاعه عالية فالسحر مغطي عليه. وفي لحظة دي بيرمي عليه أتيس بسهم ناري وبيحاولوا يهربوا، ولكن من غير اي فايدة الليتش بيستعمل تعويذة كبيرة وبيحبسهم في جدار جليدي. وبيحاول أتيس يحرق المكان ويخرج ولكن من غير اي فايدة، للأسف اتحبسوا. وبيقول له الليتش ما تحاولش، سحر الجليد معاكس لسحر النار فمهما حاولت مش هتغلبنا. وبيهجم عليهم الليتش بتعويذة العاصفة الثلجية، وبيكون ريو قادر يستحمل لكن أتيس يبدأ يتجمد. وفي لحظة دي بيستعمل أتيس السحر على نفسه، حرفيا بيحرق نفسه عشان يقاوم البرد. وبيضحك الليتش وبيقول له انت حرفيا مجنون. وأتيس بيقول لريو ما تهتمش بيا، لو لقيت اي فرصة اهرب فورا، اوعدني بده. وبيوعده فعلا ريو. وهنا بيهجم أتيس على الليتش وبيرمي عليه 3 صولجانات بيشتت بيهم انتباهه، وفجأة بيظهر تنين قدام الليتش. ايه جيمينين ده؟ بيفتكر ريو انه حس بشعور غريب اول مرة شاف آتس، وكأنه شاف وحش عملاق. وايوه زي ما توقعت آتس تحول لمجنح. وبيقول لريو مش هعرف اشرح لك دلوقتي بس ثق فيا. وبيقول الليتش لآتس عشان كده بتستخدم سحر النار من غير اي تعاويذ. فبيقول له آتس هو انت لسه شفت حاجة؟ وبيهجم الليتش عليه بسحر الجليد لكن بيصده آتس وبينفخ عليه نار. ولكن رغم الحرارة وان آتس قادر يذوب جليد الليتش الا انه ريو قادر يشوف انه مستواه 52 وده اقل من الليتش بكثير. وبيهجم المجنح آتس عليه بهجمة مركزة لكن الليتش بيتفاداها بسهولة. وبيهجم على ريو لكن المجنح بيحميه. وبيقول له الليتش هو انت بتحميه عشان تاكله بعدين ولا ايه؟ فبيقول له اقفل بقك القذر. وبيهجم عليه بكرات نار كتير ولكن الليتش بيتخطاهم وبيتفادى اخر واحدة. فبيخبطوا آتس بالبوكس يطيروا يخبطوا في الحيطة لكن من غير اي فايدة عشان الليتش مش بيتأثر بالهجمات الجسدية لانه غير ميت. وفي لحظة دي بيقول آتس لريو انت خايف مني عشان انا مجنح؟ فبيقول له اكيد لا. وفي لحظة دي بيقول له آتس نجحت الخطة. وبيطلع انه كان بيركز كل هجماته على الجدار الجليدي بحيث يوفر لريو مساحة يهرب منها. وبيقول له انت وعدتني انك تهرب لو لقيت فرصة، يلا وفي وعدك ليا. وهنا بيضحك الليتش وبيقول له مضحكنيش، مجنح بيحمى البشر. وبيهجم عليه بهجوم كثيف من الأعمدة الجليدية. وقبل حتى ما توصل لريو بيضحي أتيس بنفسه وبيحمي ريو. وبيقرب أتيس يفقد وعيه وبيقول كان نفسي أعيش كإنسان. فبيقول له ريو أنت بخير يا أتيس. وبيفكر في نفسه يا ترى لو استنيته يفقد الوعي هل هقدر أنقذه بعدين؟ وهنا أتيس بيقول له أنا آسف وعدتك هحميك وما وفيتش بوعدي. وبيقعد الليتش يتريق على أتيس وبيقول له انت مفكر نفسك بقى جامد عشان بتحمي البشر الضعفاء؟ ده انت مجرد مجنح حقير، يا لفوق لنفسك. وبيستعمل سحر الجليد وبيعمل سيف عملاق. وبيقول لأتيس أنا هديك فرصة تقتل البشري الحقير ده وفي المقابل هقبلك كصديق ليا. ولكن أتيس بيرفض وبيقول له مش عاوز أبقى حقير زيك، وحتى لو هموت كإنسان شريف مش كمجنح ولا حتى كوحش. وفي لحظة دي ريو بيبتسم وبيقول له يا عم أتيس أنا كمان زيك كان نفسي أعيش كإنسان. وبينط عليه وبيستعمل مهارة القطع الأفقي وحرفيا بيقطع الليتش بالجدار الجليدي بالسيف بكل حاجة قدامه. وأتيس واقف وراه مش قادر يستحمل من الصدمة وبيقول له انت مجنون يا عم، انا شفتك بنفسي انك في المستوى الخامس، ازاي هزمت الليتش بالسهولة دي؟ فبيقول له ريو احنا الاتنين بنخبي هويتنا فما تتعصبش عليا. وعلى الرغم من الهزيمة الساحقة الا ان الليتش لسه فيه الروح وبيستعمل تقنية تشابك الجحيم، ودي عبارة عن جذور نباتات بتمتص طاقة حياة اي شخص بتلمسه لحد ما يموت. بس هنا ريو بيستغرب ان الليتش رجع سليم، فبيقول له أتيس ان الليتش مش بيتأثر اطلاقا بالهجوم الجسدي ويقدر يجدد نفسه حتى لو مليار مرة طول ما الهجوم مش سحري. والليتش بيبتسم بشر وبيقول انا مش عارف واحد زيك في المستوى الخامس عامل كل ده ازاي، بس هعذبك واخليك تقولي. وفي لحظة بيحرر ريو نفسه بقوة عضلاته، وقبل ما يهجم على الليتش بيقول له احنا ما قلناش ليك مستوانا فازاي عرفت؟ وبنعرف من الليتش انه واحد من الارضيين ولكنه استعمل السحر عشان يبقى غير ميت بحيث يعيش للأبد.
استغفر الله. وبالرغم انه ريو ضرب الليتش بكل قوته الا انه بيجمع جسمه مرة تانية بكل سهولة. وريو بيقول له ما فيش غير احتمالين تكون عرفت بيهم اننا في المستوى الخامس، يا اما عندك قوة العراف اللي بيستعملوها في نقابات المغامرين او انت واحد من الارضيين. واول ما بيسمع الليتش الكلام ده بيهرب باقصى سرعة، ولكن ريو بيجي من وراه باقصى سرعة وبيرزعه بالسيف يساويه بالارض. والليتش بيرجع دماغه مكانها وبيكمل محاولاته في الهرب، وبيبعت له محارب جليدي يعطله، لكن ريو بيقطعوه هو والمحارب بتاعه. ومش محتاج اقول لك كله ده من غير فايدة. وهنا بيساعده اتس وبيقول له يستعمل هالته، لكن ريو بيقول له انت عبيط يا بني، انا اكيد عارف المانا والهالة والبرانة والقوة وغيرهم، بس انا في المستوى الخامس، المهارات دي محتاجة مستوى اعلى للتفعيل. ومجرد ما الليتش يعرف انه ريو مش بيعرف يستعمل الهالة بيهجم عليه، لكن ريو بيصده بكل سهولة. بس لسوء الحظ الليتش الخبيث كان بيستهدف اتس، وبفضل سرعة ريو الخرافية بيقدر يحمي نفسه ويحمي آتس في نفس الوقت. والليتش بيقوله طالما مش بتستعمل الهالة أقدر أهزمك بكل سهولة لو هجمت عليك بهجمة مانا مركزة. وفعلا بيهجم عليه بهجمة مركزة، لكن ريو بيرفع حرفيا الأرض وبيصد الهجوم بكل سهولة. وآتس بيقول له يحاول يتفادى الهجوم عشان الأرض مش هتقدر تصد فترة طويلة، لكن بطلنا بيقول له انت مش ملاحظ الخدوش على جمجمة الليتش؟ وبيندفع ريو عليه وبيمسكه من رقبه وبيبتسم بكل خبث وبيقول له يا ترى انت مليان خدوش اكتر من اول مرة شفتك فيها ولا ايه؟ حرفيا جسمي قشعر لما شفت الابتسامة الشريرة دي. هو ده بطل فعلا ولا هو الشرير؟ وبيكمل وبيقول له ريو بكل خبث هو الشوق اللي في وشك دي متعلقتش ولا ايه الدنيا؟ فبيترعب الليتش وبيهرب منه وبيقول أنا قتلت عدد لا يحصى من الوحوش، مش هموت على إيد واحد مجنون زي ده. وفي لحظة دي بيلاحظ إن رجلين الاتنين مش في مكانهم، وبيبصله ريو بكل خبث وهو بيفرك عظم رجله على السيف. وبعد مرور الوقت بيرجع أتيس لهيئته البشرية وبيرمي عليه ريو ترياق عشان يتعافى، وبيحكي له إنه استعمل عظم الليتش في إنه يخلي سيف عليه مانا، وده عشان الشيء الوحيد اللي بيأثر على الليتش هو السحر، فالسحر اللي على عظمه هيمنعه من التجدد. وهنا الليتش بيقول لأتيس عاوز تتريق عليا دلوقتي قدام البشري صح؟ فبيمسكوا أتيس من رجله وبيكهربوا باستعمال المانا، وبيقول له لو مش عاوز تموت من الألم قولي مين اللي بعتك هنا وبتصطاد الناس ليه. وفي لحظة دي بيعترف لهم الليتش انهم موجودين هنا من اكتر من 500 سنة، وايوه زي ما توقع ريو الليتش من الارضيين، وبيجز على اسنانه ويفجر نفسه. وفي مكان تاني بنرجع للويفرن صاحبة ريو اللي قابلها اول ما انتقل لقرية لاتنا، وفجأة بيظهر قدامها واحد من الارضيين وبيقول لها انتي ويفرن بتتكلم صح؟ ما تخافيش مش هنعملك حاجة، كنا بندور بس على صديق لينا. فبتقول له انا هنا من سنة لكن ما شفتش اي حد. فبيقول لها اكيد ما شفتيهوش، عانه هيكل عظمي، وبيحط ايده على سيفه وشكله هيخلص عليها. وبنرجع لريو واتيس، وهناك بيكون الليتش فجر نفسه كحل اخير عشان يقضي عليهم. وفي وقت تاني بيكونوا زمايله بيدوروا عليه وفعلا بيفهموا انه فجر نفسه، وبيستغربوا ازاي فجر نفسه وهو اساسا قوي بشكل غريب. وبنشوف السياف اللي شفناه عند الويفر من شوية بيظهر فجأة هو كمان، لكن البنت اللي شعرها احمر واسمها ليزلي بتهمج عليه فورا، والشخص اللي ماسك السيف ده اسمه أليخاندرو. وقبل ما يقاتلوا ويقطعوا بعض زي العيال الصغيرة بيوقفهم شخص تاني وبيقول الغريب مش انه فجر نفسه، الغريب انه انفجر بعيد عن مكان القتال بكيلومترات، وده معناه ان في شخص نقله من مكانه وما تأثرش حتى بالانفجار. وبيطلع ان في الحقيقة بطلنا ركله برجله طيره مسافة كيلو قدام، حرفيا اتعامل معاه كأنه كرة وانفجر بعدها بثانية. واتيس كان مش مصدق الهبل اللي بيسمعه ده. وبعدها ريو نط من فوق سور المدينة ورجع اتيس للشقة بتاعت الراجل العجوز اللي كانوا فيها، وغير كده هرب من الحراس وحارب شوية قطاع طرق وشغل افلام هندي بقى. وبيشكروا أتيس عشان أنقذه وكمان عشان مختلف عن الأرضيين اللي يعرفهم. فبيقول له ريو السبب إنه نافذة الإرشادات عندي فيها خلل وده اللي مخليني عالق في المستوى الخامس. وبيكمل واضح إنه النظام هو اللي بيأمرهم يقتلوا ويعملوا جرائم، وعشان كذا بيقول له مفيش داعي أكون معك عشان ما يجيش وقت واتجنن وأهجم عليك. وقبل ما يسبه ويمشي أتيس بيقول له أنا أتيس أمفيبيوس رينجر ووكر خليفة التنانين العظماء، مش هنسى
نسينك أبدا. فبيقول له ريو وأنا اسمي الحقيقي ريو هان بن، جندي سابق ومتقاعد، وبيسيبه ويمشي. أيوة، خلال القصة هتلاحظ أنهم كانوا بينادوه إيريك، لكن اسمه الحقيقي ريو. وفي وقت تاني بيقابل ريو الراجل العجوز واللي بيغير له هويته مرة تانية، وبيجهز له عربية وفلوس عشان يسب المكان. فبيقول له ريو أنا مش هنسى فضلك علي يا عم الحاج. فبيقول له الراجل العجوز أهم حاجة ما تقتلش حد، مجرد ما تقتل حد هتتحول لوحش. فبيقول له تمام، وبيسيبه ويمشي. وفي مكان تاني بيكون أليخاندرو وشلة الأرض العظيمة بعد ما تحققوا من أثار المعركة عرفوا أن اللي قتل صاحبهم مجنح عمره أكثر من 500 سنة، وشكلهم مش هيسيبوا أتيس في حاله. وبعد مرور يوم بيكون بطلنا ريو تاه، فبيعمل كأنه العربية فيها مشكلة، وبسبب كده بيهجم عليه قطاع طرق بقيادة زعيمهم. وطبعا انت عارف بطلنا عامل فيهم ايه، وخلاهم يوصلوه للمدينة واللي اسمها مدينة هيتان المعروفة بمدينة الدنجن. والمدينة عبارة عن وادي كبير وتحته دنجن، يعني المكان اللي فيه الوحوش. وقبل ما يوصلوا لنقطة التفتيش بيهرب قطاع الطرق، فبطلنا ريو بيوقفهم فيقولوا له أبوس إيدك يا عم، سيبنا في حالنا، سامحنا. فبيقول له ريو انتوا كده بتتحرجوني قدام الناس. فبيرد عليه زعيم العصابة انت شكلك مش عارف ان في سجن في نهاية وادي كرياتر وبيتسجن فيه كل المجرمين، ومن فترة سجنوا واحد من الأرضيين والكل خايف منه، وانا والله عندي زوجة وعيال، أرجوك سيبني أمشي. وطبعا بطلنا قلبه طيب فبيديله الفلوس وبيسيبه. فبيقول له ليه ائتني فلوسك. فبيرد عليه ريو أنا كنت زيك بس فيه راجل عجوز ساعدني وبدأت من جديد. وبالغلط بيطلع أنه إدى معظم الفلوس اللي معاه، بس معلش المهم مساعدة الناس. وفعلا مجرد ما بيدخل المدينة وبيشوف الوظائف بيلقي إعلان مكتوب فيه أبحث عن جندي متقاعد، وبيطلع أنه آتس. فبيمسكه وبيجري عليه وبيقول له انت طولت كده ليه عقبال ما وصلت المدينة. فبيرد عليه ريو انت اللي ازاي وصلت هنا قبل بيومين. وبيفتكر كلام الراجل العجوز لما قالوا انه هيقابل سمسار يساعده، وبيطلع انه السمسار ده هو آتس. وبيستغرب ريو لما يطلب منه شوية مية ويكتشف انه فيه تلجات في العالم ده، ومجرد ما بيلمس التلاجة بيظهر له لا يمكنك الاستخدام، يجب ان تصل للمستوى 10. فبيتعصب وبيخبط راسه في التلاجة حرفيا. فبيقول له آتس انا عندي لك طريقة تقدر تزور بيها مستواك. وبيقول له اتفضل اقلع ايه يا عم انت. وبندخل لنقابة الصيادين في المدينة بيقيسوا مستوى أتيس وبيكون المستوى 37، وبيكونوا مبسوطين انه في صياد وسيم زيه هنا. ولما بيجي دور ريو بيكون أتيس فعلا خلاه يقلع هدومه من فوق ويبين عضلاته، واقول لك ليه دلوقتي. وبيحاولوا يقيسوا مستوى ريو لكنه بيكسر حجر القياس. وفي اللحظة دي الست اللي في النقابة بتقول انت محارب فلتيرا اسطوري. وبيطلع انه في مجموعة من المحاربين اسمهم محاربين الفلتيرا وبيتميزوا بالبشرة السمراء والعضلات، وعشان كده أتيس خلى بطلنا يفضل تحت الشمس لحد ما بشرته تبقى سمراء. وبيقول له لو طلبوا منك تقيس المستوى اكسر الحجر ومحدش هيشك فيك، وبكده هتقدر تدخل الدنجن براحتك وتقابل أسياد العالم بعدين. وبيسجل أتيس في النقابة وبيسجل ريو كحارس شخصي ليه، وموظفات النقابة معجبين بيه فبيغار منه ريو. وفي لحظة دي بيتجمع على ريو كل رجالة النقابة وعايزين يضموه لفرعهم، وتحسوا كده عاوز يقول اشمعنى انا يجيلي رجالة وهو يجيله بنات. وفي مكان تاني عند الأرضيين بيطلع انهم بيخطفوا الصيادين وبيعملوا عليهم تجارب. وفعلا أليخاندرو بيعرض عليهم واحد من الصيادين مجرم كان بيقتل الصيادين وخصوصا البنات، وبيقول لو بصيت على رقبته هتلاقي العلامة دي، وبيسموها علامة نافذة الإرشادات. وعشان تكون فاهم هما بيعملوا تجارب على سكان العالم ده، ولما العلامة دي تظهر عليهم بيقدروا يشوفوا نافذة الإرشادات زي الأرضيين عادي. ومش بس كده، ده كمان بيطيعوا الأوامر. والويفرن صاحبة البطل خطفوها وحطوها معاهم، وبيدخلوا عليهم كمان بنت شابة. فبيتحمس الصياد المنحرف عشان هو بيحب يقتل البنات، وبيقول أليخاندرو خلينا نبدأ اللعبة. دارك. وبيطلع الصياد المنحرف ساطور، وبنلاحظ انه بيستعمل نافذة الإرشادات وبيقولها مش عاوزة تتوسلي من أجل حياتك لأنه مستواي أعلى منك. فتقول له الكلام ده مش بيجيب نتيجة معايا، فيهجم عليها بكل قوته. وبتكون الويفرن بتراقبها من وراء الباب وبتشوف حركاتها وهي بتقاتل وكأنها بترقص. فيقولها الصياد مش عارفة تثبتي شوية. فتقول له بص كده على نفسك. وبنلاحظ انها قصت له شعره
وبيكون الأرضيين أليكاندرو وليزلي مفكرين إنها هتخسر لأنه مستواها أقل ب5 مستويات، وخصوصاً لما ركزوا عليها لاحظوا إنها عمياء مش بتشوف، وبيتعصب عليها الصياد وبيتحول لوحش، وأيوة ده نفس وحش التاتيرو، وبيهجم عليها ولكنها بتضربه بالسيف بهجمة صاعقة توقعه على الأرض، وبتقولهم أعتقد الاختبار انتهى لأنه فقد عقله، فيقولوا ليها تخلص عليه، وبالفعل بتقتله دون تردد. وبنعرف إن البنت دي اسمها إلي، والأرضيين بيدوا الأليكاندرو الساعة الخاصة بالتنين اللي قتل صاحبهم الليتش، وبيكونوا مفكرين إن إيتس هو اللي قتل صاحبهم، والويفرن أول ما بتسمع الكلام ده بتخاف وبتهرب، ولكن إلي بتهجم عليها وبتحاول توقفها، ولكن الويفرن بتتفادى الهجمة، فبتهجم إلي عليها بصوت كهربائي، بتحاول توقفها وبتقولها لا يمكنك المغادرة، وبتحاول إلي تمنعها، ولكن الويفرن بتقطع الخيط السحري وبتهرب منها، ولكنها بتكون مصدومة من اللي محيط بالقبة. وفي مكان تاني في دانجن مدينة كريتي كان بطلنا بيقتلوا الوحوش بكل سهولة ولكنهم بيحوطوه، فيستخدم مهارة المشي بينهم بالسيف حرفياً وبيقضي عليهم كلهم، ولسه هيقوموا مرة تانية بيولع فيهم آتيس، ولكن ريو بيلاحظ إنه مستواه مش بيزيد، فيشرح له آتيس إنه التنانين مختلفة عن باقي الكائنات لأنها بتمتص أرواح الوحوش والكائنات اللي بتهزمها وبتسيطر عليها وبتحولها لقوتها فيما يسمى بنواة التنين، ولكن لو تنين امتص أكثر من اللازم ممكن ينفجر ويموت. فبيسأله يا ترى أنت كام سنة؟ فيتصدم لما يعرف إن آتيس عنده 150 سنة، وآتيس بيقول له أنا لسه صغير كمان، وده لأنه التنانين بتعيش لآلاف السنين. وبيشرح له إنه التنانين كانت بتجمع الوحوش بكميات كثيرة في مكان اسمه بئر التنانين، وده عشان يحصلوا على الطاقة مرة واحدة وفي مكان واحد، وحالياً المكان ده بيتسمى عش التنانين. ونرجع للويفرن، وهناك بتكون اصطدمت بعش التنين والطاقة مزقت جسمها وخلتها تتجدد وتتمزق بسبب تجمع قوة الحياة حوالين العش، وبتسيبها إيلي وتمشي لأنه بالنسبة لها خلاص هي انتهت. وفجأة بتوصل الويفرن لمكان غريب وفي حد بيناديها وبيقولها أهلا يا إيفي، وبتسترجع الويفرن ذكرياتها لما كانت صغيرة وسماها أحد المغامرين باسم إيفي، والشخص ده هو قائد الفرسان. وطبعاً بتكون مبسوطة إنها شايفاه، وبيظهر قدامها تاج غريب، وأيوة هي بتهلوس، والتاج ده بيرمز للأمير اللي كان مطلوب إنها تحميه، ولكنه سقط أثناء الطيران ومات. والملك أمر بإعدام الويفرن إيفي، وبيشرح لها قائد الفرسان إن دي كانت مكيدة من البشر عشان يتخلصوا منها، وبينصحها إنها تثق بالشخص اللي بيبقى معاها أثناء طيرانها. وفي اللحظة دي بتستعيد الوعي وبتسحبها إلي، وبيظهر إنها ما استسلمتش عن إنقاذها، وبتأمر إلي الست العجوز تجيب العلاج عشان تعالج الويفرن، ولكن أليكاندرو بيدخل وبيقولها لا حاجة لعلاج الجثث، وبيأمرها تقتلها وتتخلص منها. وبالفعل إلي بتقولها اغمضي عينك وخلي الموضوع سريع، ولكن الصدمة إنها بتطعن نفسها، وبتقول لأليكاندرو ممكن الجرعة العلاجية الآن، وبالفعل بيوافق وبيقولها سماح المرة دي، وبالفعل بيعالجوا الويفرن. ولما بتصحى بنشوف إلي بتزرع، فتقول لإيفي زرعتي قبل كده؟ فتقولها كان عندي حديقة. فإيفي تبقى مرعوبة وتقولها انتي هتاكليني ولا ايه؟ وبنعرف من إلي إنها عمياء، ولكن بتشوف الحاجة عن طريق النظام الصناعي، وده نظام الأرضيين اللي عملوه، واللي شفنا الصياد المريض بيستعمله من فصلين. وبتقولها إنها بتستشعر جوهرة التنين جواها، وبتشرح لها إن أليكاندرو بيبحث عن جوهرة التنين عشان يكمل تجاربه على النظام الصناعي. فبتكون إيفي خايفة تثق فيها ولا لا، خصوصاً إنها ما سلمتهاش لأليكاندرو. فبتتصاحب إيفي على إلي، وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا على بعض، وبيكونوا بيتريقوا على أليكاندرو. وعند أليكاندرو بيكون بيدور على التنين اللي قتل الليتش صاحبه، فبيلاحظ شخصين غريبين في الجرايد، وأيوة هم ريو وإيتس، وشكله مش ناوي على خير. وعند ريو بيكون لسه في دنجن مدينة كريتي، وهناك بيكون في صيادين بيقاتلوا عناكب عملاقة وأمورهم تمام، لحد ما العناكب بتستهدف البنتين اللي بيدعموهم، فبيحاولوا ينقذوهم، ولكن بتظهر عناكب عملاقة. وفي اللحظة دي بيدخل إيتس وبيجمد كل الوحوش وبينقذهم، وبيعرفهم بنفسه هو وريو، وبيقول لهم إيتس روحوا أنقذوا زمايلكم وإحنا هنهتم بالوحوش. وبيشكروهم المغامرين طبعا على إنقاذهم ليهم، والبنات بتكون معجبة بإيتس، والشباب بيعرضوا على ريو ينضم ليهم ولكنه بيرفض، ولكن بسبب كلام البنات بيغير رأيه، وبيطلع إنه كل ده خطة إيتس في إنهم يرفعوا إنجازاتهم داخل النقابة، وبكده الناس هتعترف بريو كبطل ومغامر رائع.
ولكن الخطة ما نجحتش قوي لأنه البنات معجبة بآتس مش ريو، وبيكون ريو غيران جدا. وفجأة بيوقف ريو قدام واحد من المغامرين وبيفتح الباب وبيقول لهم وصلنا للزعيم. وبيكون الزعيم عبارة عن عنكبوت عملاق، وواحد من المغامرين بيكون شايف نفسه عليهم، بيقول لهم احموا السيدات وأنا سأتولى أمره. وبيمشي وراه صاحبه وبيهجموا هم الاثنين، وبتدعمهم البنات بسحر الدعم وبتحميهم كمان من هجمات العنكبوت. ولكن ريو بيستغرب من حاجة وبيقول لهم ازاي ده الزعيم ده ضعيف جدا، بس محدش بيسمعله. وفجأة والمغامر بيسلم على صاحبه مارتن بيختفي من قدامه، وبيطلع ان المكان كله عبارة عن عنكبوت ضخم، وأيوة هو ده الزعيم الحقيقي وفي المستوى 50. والكل بيكون مصدوم لأن حرفياً الزعيم عبارة عن عنكبوت عملاق وبيجهز لهجمة وبيضربها عليهم وبيدمر المكان. ولكن آتس بيحميهم وبيستعمل سحر الانعكاس. فبيسألوا المغامر ازاي استعملت السحر ده ومستواك في مستوايا؟ فيرد آتس ويقول له انه ضحى بصولجانه السحري. فيقول له مين الساحر اللي يعمل كذا؟ ولسه العنكبوت هيهجم عليهم هجوم جسدي. ريو بيصد الهجمة وبيبلغهم انه خلاص اخلى البنتين برا الكهف. في اللحظة دي بيجري المغامر الثاني عشان يهرب، ولكن بيلاحظ انه ريو وآتس بيخططوا لهزيمة الزعيم. فبيكون مستغرب منهم وبيقول لهم انهم لازم يهربوا عشان يبلغوا المغامرين ان هنا في زعيم عشان محدش يجي بعدهم ويموت برضه. فيرد عليه آتس وبيقول له عشان كذا لازم نقتله دلوقتي. فبيكون المغامر مصدوم جدا من هدوءهم وتخطيطهم للهجوم، وكل ده والوحش واقف قدامهم. ولسه بيحاول المغامر يحذرهم مرة ثانية، فبيقول لهم ريو غطوا ودانكم، وبيرمي السيف رمية واحدة بس بيخلص على الوحش. ولكن بيكون لسه على قيد الحياة وبيهجم عليهم، ولكنه فجأة بينفجر وبيطلع ان آتس كان حاطط الصولجان على السيف وفجر الوحش فورا. وبيكسب ريو نقاط خبرة، ولكن بما ان النظام فيه خلل مش بيرتقي للمستوى اللي بعده، وبيحصلوا على الكنز وبيخرجوا من الكهف. وبيكون المغامر طول الوقت ده مصدوم من مستواهم، ولما بيفوق من الصدمة بيكون زعلان جدا ان صاحبه مارتن اتقتل على ايد الوحش. ووسط ما هو بيزعق لريو، مارتن من وراه بيقول له ازيك يا راجل، عامل ايه، أخبارك؟ وبيطلع إنه ريو نسي يقول له إنهم أنقذوا مارتن، وبيوبخوا باقي أعضاء الفريق إنه تعصب على ريو وهو اللي أنقذهم. وبيطلع إنه ريو أنقذ مارتن لما الوحش رماه وخرجوا برا الكهف، وكذلك باقي أعضاء الفريق. فبينحني ليهم كل أعضاء الفريق وبيشكروهم على إنقاذهم. وبيخرج ريو لأنه بيتحرج من الحاجات دي، وبيكونوا فاكرينه متضايق من صاحبهم لأنه تعصب عليه. وبيعرض عليهم آتس القطع الأثرية بنص السعر لأنهم مش هيعرفوا يستعملوها على أي حال، وطبعا بيوافقوا وبيكونوا مبسوطين. وفي مكان جنبهم بيقول واحد سواق عربية لواحد راكب معاه لقينا محارب الفلتيرة، وقصدهم على ريو وشكلهم مش ناويين على خير. وفي الوقت ده بيكون ريو غرقان في أفكاره، وإن الناس هتتكلم عنه وعن مهاراته، وبالتالي أسياد العالم هيعترفوا بيه ويحارب ملك الشر ويهزمه ويرجع لعالمه. وفي الوقت ده بيتكلم السواق مع آتس وبيركب معاه وبياخده وبيمشي، وريو بيتفاجئ إن آتس مش موجود. وهختصر عليك، الراجل اللي أقنعه يركب معاه بيفكر إن آتس مش عاوز يستعمل سولجانه وهادي ورايق، بينما آتس أساساً معهوش سولجان حالياً عشان يستعمله. وبيكلموا الراجل ده على إنه شبه أخته أدورا بينستر، واللي حاربت التنين الشرير الأعظم بجانب الأبطال الأربعة من 10 سنين، وبفضلها عملوا منظمة لمراقبة تحركات التنين. وفي اللحظة دي بيقول له آتس يبطل كلام ويخش في الموضوع على طول. وهنا بيقول له الراجل خلاص وصلنا، بس بيتفاجئ إنهم وصلوا مكان غلط، والمكان ده هو بيت آتس. وبيطلع إن ريو ضرب السواق ووصلهم لعنده في البيت عشان يتصرف معاهم. وبيطلع إن الشخص ده مش نيته خبيثة، بل تابع لمنظمة سيدة الضوء واللي اسمها أرتيا، وبيكون اسمه إيميل أوتو، وبيكون في المستوى 47. وبيطلع إنه مش عاوز يخطف ريو، كان بس عاوز ينقله المكان يتكلموا فيه بهدوء. وبيكون متضايق جدا من ريو لأنه ضربه قبل حتى ما يسمع اللي عنده، وريو بيعمل نفسه عبيط وإنه مش فاهمه. وإيميل بيطلب من آتس إنه يتعاون مع منظمة الضوء في التحقق حول شخص اسمه أليخاندرو، واللي في مكان اسمه وادي كراتر، واللي موجود فيه مخيم للاجئين. فيقول له آتس يعني الشخص ده مجرم وبيقود اللاجئين دول. فيشرح له إيميل إن اللاجئين أصلهم من الديماس، أو المكان اللي فيه وحوش في المنطقة، وإنهم مجموعة من المغامرين والصيادين واللي عايشين في عشوائيات بهدف جمع الفلوس.
بمعنى أبسط مغتربين، وفاكرين قاطع الطرق اللي شفناهم في فصول فاتت كان واحد من اللاجئين، وبيطلع إنه استعمل فلوس بطلنا وكون أسرة، وفجأة بيجري عليه واحد من زمايله وبيحذره من أحد الوحوش، ولكن الوحش بيهجم عليه وبيأكله، وواحد منهم بيقول إنهم يوفروا وقت ويطلبوا من المغامرين المساعدة، ولكن للأسف أكيد مش هيلحقوا يجوا لأنهم مجموعة من اللاجئين الفقراء. على أي حال ولسه الوحش هيقتل بنت الراجل، بنرجع لإيميل واللي بيقوله ريو يخش في الموضوع على طول ويبطل ينمق الكلام، فيقول له إيميل إحنا بصراحة محتاجين آتس يساعدنا في التحقيق في أمر عش التنانين. فيتصدم آتس وبيقول له لقد تم تدمير كل عشاش التنانين، وبيطلع إن أليخاندرو عمل واحد عشان يعمل فيه تجارب، وشفنا ده قبل كده، وبيكون هدفهم التحقيق في أمره لأنه بيعمل مشاريع خيرية كتيرة ومش عارفين يمسكوا عليه حاجة. وعند الراجل إلي بتنزل بهجمة صاعقة وبتقضي على الوحش وبتنقذ بنته، وبيكون معاها إيفي وبتقول لهم إن أليخاندرو أرسلها عشان تنقذهم، وزي ما قال إيميل أليخاندرو بيعمل أعمال خيرية كتيرة عشان يرطي على أفعاله. وبنرجع لورا شوية في الأحداث وبنعرف إنه أليخاندرو طلب فعلا من إلي وإيفي إنهم يساعدوا اللاجئين، وبيعين السيد هنري عشان يراقبهم، وبالفعل بيقاتلوا شوية وحوش زي ما شفنا، وبتتوسخ إلي فبتنظفها إيفي وبيبان إنهم بقوا صحاب على بعض. وبنرجع بالزمن لذكريات إلي وبنعرف إنها ما كانتش عمياء وهي صغيرة، ووالدتها كانت سيافة راقصة يعني بترقص بالسيف، وكان نفسها تكون زيها لحد ما جه اليوم ووالدتها راحت لصيد الوحوش واختفت بعدها. وبعد عدة أيام ظهر أليخاندرو قدامها وعمل عليها تجارب وزرع فيها النظام الصناعي، وبسببه أصبحت عمياء ومن غير ما تحس بقت بتنفذ كل طلباته. وهنا إيفي بتقولها اهربي معايا وسيبيكي من أليخاندرو وكل ده، فترد إلي وتقولها لو حاولت أهرب أليخاندرو هيقتل شخص مكاني، وبتحكي لها إنها مرة حاولت تهرب أو تخلي حد يساعدها لكن أليخاندرو قتله، وكل ما كانت بتحاول تتهرب من التدريب أو أي حاجة كان بيقتل شخص برضه. وبتقولها إلي عاوزاكي يا إيفي تتقني تحكمك في نواة التنين وتمتصي طاقة عش التنين ونهرب من المكان بعدها. وبنعرف من إلي إن أليخاندرو بينشر أخبار عن عش التنين بين اللاجئين عشان يجذب التنانين للمكان، وده لأنه عاوز يقضي على آتس لأنه مفكره قتل صاحبه الليتش، ولكن طبعا إحنا عارفين إنه ريو هو اللي قتل الليتش. وعند آتس إيميل بيطلب منه ينضم لعش التنين كساحر عند أليخاندرو ويحطك في موضوع عش التنين الصناعي، ولكن ريو بيرفض وبيطلب ينضم ليه في المهمة، لكن إيميل بيرفض لأنه هيجذب الانتباه. ورغم إنه ريو بيرفض انضمام آتس لوحده، لكن آتس بيصر إنه يقوم بالمهمة وبيقول له أنت مجرد حارس شخصي لي، أنا أقبل وأرفض براحتي. وبيتفقوا على المكان وهو عند البوابة الشرقية، وبيحاول ريو يقنعه بعدم الذهاب، لكن آتس بيقول له أنا وافقت خلاص وأقسم باسم عائلة بينستر. فبيقول له ريو وانت مالك ومال عائلة بينستر، انت تنين ملكش دعوة بيهم. فيتضايق آتس وبيقول له اسحب كلامك، وبيزعقوا مع بعض. فيكمل آتس ويقول له أنا مدين لعائلة بينستر وشرف لي أرد لهم الدين. فيرد ريو ويقول له الشرف ملوش معنى لو انت مت، ولكن آتس بيرفض كلامه وبيسيبه ويمشي وبينطلق للمهمة. وهناك آتس بيكون مع إيميل وبيبان من رد فعل آتس إنه لسه متعصب، وبيطلب إيميل من آتس إنه يتنكر كبنت ويغير هويته، وآتس بيتفاجأ من الموضوع. وفي مكان ثاني منشوف اللاجئين بيستعدوا للانضمام لعش التنين، ومنهم الراجل ده واللي اسمه كالندور، وده قاطع الطرق اللي ساعدوا بطلنا قبل كده. اللي بتنادي عليه وبتقول له انت متأكد هتسيب أهلك وتنضم لعش التنين؟ فبيقولها كالندور أنا بعرف أشتغل في أعمال البناء وأكيد هساعد. وبعدين أليخاندرو وعد بتجنيد مجموعة من الصيادين لحماية عائلاتنا، وبنشوف فعلا إن الصيادين بيتنافسوا عشان يتم تعيينهم كحرس على اللاجئين، وبيكون الشخص المسؤول عن تعيينهم هو السيد هنري، وبيكون مستوى الصيادين اللي انضموا بيتراوح من مستوى 35 ل 40. وفجأة بتظهر آتس، وبقول بتظهر لأنها حرفيا متنكرة كبنت. وقبل كده بنشوف إيميل بيشرح له إن في منظمات تانية غير النور زي الماء والنار والرياح والأرض والنور والظلام. وبمجرد ما بيلبس آتس بيقول له إيه رأيك؟ شكلي حلو؟ فبيقول له إيميل خد النظارة دي هتبقى حلوة عليك. فيرد آتس وبيقول له وانت هتشوف إزاي؟ فيقول إيميل مفيش حاجة تانية أتمنى أشوفها غيرك. وبنشوف الصيادين بيعكسوا آتس
وهو مش متعود على نظراتهم، ولكنه بيفتكر كلام ريو لما قالوا إنه ممكن يموت في المهمة، فبيقرر يجتهد عشان يثبت نفسه، وبيعرف نفسه للسيد هنري على إن اسمه أريانا سيتيا من المستوى 30 ساحرة. وبمجرد ما بيقرأ سيرتها الذاتية بيقولها مقبولة معانا في عش التنين. فتتصدم إلي لأنها لاحظت بكل بساطة إنها عاملة إخفاء لهويتها، وباقي المغامرين طبعا بيتضايقوا. وهنا إلي بتدخل وبتقول أنا مستوايا 35 وهختبرها بنفسي، وبتؤمر هنري بالابتعاد. وفعلا بتهجم إلي على آتس، ولكنه بيصد هجمتها بجدار جليدي، ولسه هتهجم عليه مرة ثانية بيدخل واحد تخين في النص وبيهجم عليهم. والشخص ده اسمه بولي بورك الأكل المخبول، واللي مستواه 45. وفجأة بيلاحظ إن العصاية بتاعته اتقطعت، وبيكون آتس قسمها نصين بسحر النار. ولسه بولي بورك هيهجم عليهم بيدخل هنري وبيطير سلاحه وبيقول له لن نقبل طلبات أخرى اليوم. فيرد بولي وبيقول له قصدك إني اتقبلت صح؟ فبيبصله هنري بنظرة كلها رعب وبيقول له كيف ينجح شخص إن كان ميتا؟ وبيهجم عليه بضربة بيقتله على طول. وبيتلاحظ آتس إن هنري مستخدم للهالة، وده لأن في طاقة لونها أحمر حواليه. وفي مكان ثاني بنلاحظ إنه بطلنا ريو بيحاول يوصل للهالة وبيقول أنا فكرت إني حاسس بيها، ويطلع إنه ظهره مولع لأنه آتس كان بيجرب عليه سحر النار، وبيكون اشتري تعويذة جديدة فبيتعلم أكثر عن السحر. فبيقول له ريو هو ما فيش تعويذة أو مخطط يعلمني الهالة. فيرد آتس وبيقول له للأسف الهالة والأشكال الثانية من الطاقة واللي هي المانا والبرانا وقوة الحياة بتخضع لتدريبات معينة للوصول لها، على عكس المانا والتعاويذ. وبيكمل وبيقول له إنه فيه ناس ممكن تتمرن لأكثر من 40 سنة للوصول للهالة ولكن بدون أي فايدة، فما فيش أي ضمان للحصول عليها، وإنه فيه وحوش كثير ما ينفعش تهزمهم بالقوة لوحدها، لازم تستعمل الهالة على الأقل. فيرد ريو بيقول له قصدك زي الليتش؟ فبيقول له آتس أيوة زي الليتش بالضبط. وهنا بيقول له ريو ما تقلقش، لو واجهنا شخص بالمواصفات دي أنا هتكفل بيه. وبيكون ريو الآن على آتس. وبنرجع لآتس واللي بيوبخ السيد هنري على ضربه لبولي، وهو بيتضايق جدا من كلامها، وبيؤمر آتس إيلي إنها تساعده عشان يدي بولي جرعة شفاء وياخدوه معاهم لعش التنين. وبتكون إيفي شايلاه طول الطريق كله، وبيستغرب آتس إن بالرغم إن ده عش تنين إلا إنه ما فيهوش أي أثر لطاقة الحياة. وبتحذرها إيلي من الإساءة مرة أخرى للسيد هنري لأنه المشرف الأعلى هنا. وبيقولها آتس أكيد ما كنتش هسيب بولي يموت. فترد إيلي وتقولها لا وجود للأشخاص الطيبين هنا، هذه فقط مجرد جزيرة ملعونة. فيستعمل آتس سحر النار وبيولع في بولي، فإيلي بتمنعه وبتقول له أنت بتعملي إيه؟ فيرد آتس وبيقولها أنت كمان أهو شخص طيب، أنا بس كنت بدفيه. وفجأة بيظهر السيد هنري من وراهم وبيقول لهم شكلكم بقيتوا صحاب. فترد إيلي وتقول أنا كنت بعرفها على المكان مش أكثر. وهنا السيد هنري بيقولها اتركي جميع عصيانك السحرية، السيد أليخاندرو يرغب بلقائك. وهما في الطريق بتتغير ملامح السيد هنري وبيقولها إيه رأيك؟ هل ده عش تنانين حقيقي؟ وبيقولها ما تقلقيش، أنا جاسوس من منظمة الضوء، بعتني السيد إيميل لحمايتك. وبيقولها هنري ما تعمليش أي تصرفات أخرى غير ضرورية زي إنقاذك للشخص ده، فقط انجزي المهمة واخفي مستواكي. ولسه بيفتح الباب بيهجم عليها السيد أليخاندرو وبيفقع عينه وبيقول أنا عارف إنه الحشرات الضارة مفيدة لكني مش بحب الحشرات. وبيبص لآتس وبيقول له أنت كمان من منظمة الضوء؟ وعند إلي بتقول إنها حست بشعور غريب لما لمست آتس، وده لأن في العادي بتحس بالشخص اللي بتلمسه، لكن المرة دي الشعور كان مختلف. فترد إيفي وبتقولها مش ممكن لأنها بتخفي مستواها مش أكتر. فترد إلي وتقولها لا، الإحساس اللي حسيته لما لمستها هو نفس الإحساس لما بلمسك، وده معناه إن البنت دي تنينة. وعند أليخاندرو بيكون بيقاتل آتس وبيقولها منظمة الضوء بتحاول تعرف هل ده عش تنين حقيقي ولا لأ، وعشان كده بعتوا خبيرة زيك. فيرد آتس وبيقول الأمور وضحت لما أنت قتلت الكاهن. فيرد أليخاندرو ويقولها تفتكري كده؟ وبيكمل وبيهجم عليها وبيقولها أعتقد محدش هيفتكر حاجة لما ما يكونش فيه أي شهود. وبتكون إلي وإيفي شايفين القتال، وبتقول إيفي هو اكتشف كونها تنين؟ فتقولها إلي مستحيل، بس هو عشان كده بيحاصرها عشان لو تنين تكشف عن هويتها. فترد إيفي وبتقولها
طيب لو طلعت إنسانة عادية مش كده هيموتها؟ وأيوة، زي ما احنا عارفين أليخاندرو مش بيفرق معاه حياة حد، وبنشوف أليخاندرو بيهجم عليها وآتس بيحاول يدافع عن نفسه بصعوبة، وفجأة كان بيظهر ألم مشحون بطاقة سحرية، وبيفكر أليخاندرو إنها ماتت، ولكن بيطلع إن الألم اخترق إيدها وبتصد الهجمة اللي بعدها بسحر النار، ولكنه بيظهر من وراها وبيضربها بالرجل، بيطيرها من المكان. وعند إلي وإيفي بيكونوا بيتناقشوا هل هينقذوا آتس ولا لأ، وإيفي بتقولها سيبي لي الموضوع أنا هنقذها. وبنشوف أليخاندرو بيكون خلاص هيقتل آتس، فآتس بيقول له هتستفيد إيه من عيش تنين من غير وجود تنين يلتقط طاقة الحياة، وبيرفعها بسحره وبيقولها لو رميتك هتموتي، ولو شديتي على رقبتك هتموتي، هديكي فرصة تتحولي لتنين وإلا هقتلك. وبيبدأ العد التنازلي، وبيقولها أليخاندرو أنت بتحاولي ترفعي مستواكي عن طريق امتصاص طاقة الحياة؟ فيرد آتس وبيقول له أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه، لكن مش أنا اللي بجمع الطاقة. ومن وراهم بتظهر إلي وبتقول الحمد لله إنك بخير، وبتكون مبسوطة إن آتس بخير، وبتقول لأليخاندرو مش المفروض نروح ورا التنين في الجهة الأخرى؟ فيقولها لا مش ضروري، في الأول والآخر ده عاش تنانين مزيف، ولو حاول يهرب المكان هينفجر. وبيقرب أليخاندرو من آتس وبيكون ناوي يقتلها، ولكن إلي بتقنعه إنه يستغلها بدل ما يقتلها، فيعينها أليخاندرو إنها تراقبها، وبتشيلها إلي لغرفتها. ولكن آتس بيكون متضايق إن بنت شايلاه ومش عارف يقولها إزاي إنه راجل. وبعدها إلي بتقولها أنا كنت عارفة إنك تنين، وده من خلال استشعاري لطاقة حياتك، ولو عاوزة تقتليني دلوقتي مفيش مشاكل، أنا بدون أي سيف تقدري تخلصي علي بسحرك بكل سهولة. ولكن آتس بيقرب منها وبيقولها امسكي نفسك، عش التنانين ده مكان شرير. وأليخاندرو بيحاول يخدعك، أنا آتس أقسم باسم عائلة بنستر إني هساعدك. وهنا بتدخل إيفي وبتبعد آتس عنها، وبيستغرب آتس منها لأنها ويفرون وبتتكلم. وأيوة إيفي هي اللي تظاهرت بكونها تنين عشان تخفي هوية آتس، فبيقرب آتس منها وبيقولها أنا سمعت عنك الكثير وإنك ساعدتيه وأقرضتيه فلوس كمان. وبيكون قصده على ريو، وعند ريو بيكون بيحاول يستعمل الحمام ولكن مش بيشتغل لأنه محتاج مستوى معين للتشغيل، وحتى المية مش بتشتغل ولا حتى الثلاجة، اضطر إنه يكسرها عشان يفتحها، والبوتاغاز والخزنة وكل شيء مش راضي يفتح ولا يشتغل. فبيحاول يحصل على مهمة في نقابة المغامرين، ولكن الموظفة بتقول له لا يمكن للحارس الحصول على مهمة دون موافقة رئيسه، فيضرب ريو برجله في الأرض. فالموظفة بتخاف وبتقول له هديك مهمة خلاص، وبتقول له دي مهمة شخصية، أنا اشتريت ملابس جديدة وفجأة اختفت ولقيت خصلة الشاردي، وبتكون شاكة في أخوها. وطبعا هو سرق الملابس واداها لآتس عشان يتنكر كبنت ويدخل عيش التنين، وبتؤمر ريو يتتبعه ويقضي عليه عشانها. وبمجرد ما بيلمس الشعرة بيظهر له على نافذة النظام هل تريد التتبع باستعمال مهارة المعلومات الوراثية؟ وشكل النظام في طريقة للتتبع. فيا ترى هل هيقدر بطلنا يوصل لإيميل وآتس هيعمل إيه مع أليخاندرو؟ هنعرف كل ده في الفيديو الجاي من حكاية البطل السياف ريو.